شهيد أي ربر شهيد أم تبدي بنا شكرتو مري أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبدي بنا شكرتو مري أم تبدي بنا شكرتو مري تنوكر شوبا كلش صعيد قاضي محمد برزاني حقي تنوكر شوبا كلش صعيد قاضي محمد برزاني حقي أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبدي بنا شكرتو مري أم تبدي بنا شكرتو مري شهيد كرد معشوق أولدار لخوين صار كر دستن كولادا أي شهيد كرد معشوق أولدار لخوين صار كر دستن كولادا أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبدي بنا شكرتو مري أم تبدي بنا شكرتو مري ريتشك نوتا دا بشيا ملات لباشور تاقات بيروز بدولات ريتشك نوتا دا بشيا ملات لباشور تاقات بيروز بدولات أي شهيد شهيد أي ربر شهيد أم تبدي بنا شكرتو مري أم تبدي بنا شكرتو مري
قيان الشرين كريا خلات قام شلو ربا كريت بهات قيان الشرين كريا خلات اي شهيد شهيد اي ربر شهيد ام تبديبونا شقرتو مرير ام تبديبونا شقرتو مرير شهيد الكلمة الشيخ محمد معشوق الخزنوي. إن الحقوق لا يتصدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. إنما الحقوق تؤخذ بالقوة، يجب أن تكون قطراتهم سقيا لشتلات حقوقكم. لن نسمح بعد اليوم أن تنسوا شهداءكم. هذه الكلمات غيض من فيض كلمات وأقوال الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي. ولد محمد معشوق الخزنوي في 25 من كانون الأول من عام 1958 في قرية تل معروف، في أسرة دينية معروفة على المستويين الكردستاني والإسلامي. جده الشيخ أحمد الخزنوي الذي أطبقت شهرته الآفاق. درس معشوق العلم على يد والده إلى جانب دراسته الدراسة النظامية في المعهد الشرعي في باب الجابية في دمشق، ومن ثم في المدينة المنورة، لينال شهادة الليسانس في العلوم الشرعية ثم شهادة الدكتوراه من الباكستان. انضم الشيخ إلى رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا مشجعا تأسيسها، وقد صدر له كتاب بعنوان ومضات في ظلال التوحيد، وله كلام في غاية الإنصاف. فلربما علق الشيخ قائلا عن عائلته: إنها ككل العوائل تجد فيها من يهتم بأمر الدين وآخرين يهتمون بأمر الدنيا، وقد تجد من أفراد هذه الأسرة من يدعو إلى الله خالصا، وآخرين يدعون إلى أنفسهم، كما أنك قد تجد فيهم موحدا لا تشوب عقيدته أي شائبة، ولا يرى النفع والضر إلا من الله وحده دون سائر الخلق أجمعين. وفي الوقت ذاته قد تجد فيهم من انجرف وراء تيار الجهالة فاعتكف على قبر من القبور سادنا يتاجر بأموال الناس، أو عاكفا عليه وطائفا به يستمد منه العون والقوة والمدد، وأنى له ذلك فمن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. شارك الشيخ معشوق في مؤتمرات دولية عديدة، وترأس الكثير من الندوات في أوروبا والعالم، وكان نائبا لرئيس مركز الدراسات الإسلامية بدمشق. يعد الشيخ ظاهرة استثنائية بين طلاب العلم السوريين. الخزنوي كان كبيرا بحجم سوريا كلها،
بمسلمها الكردي والعربي، حيث يرى أن الدين هو الأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. وهو كردي يرى أن العرب والكرد يشكلان معا وحدة أخوية متكاملة، وأن الكرامة الإنسانية ثابتة لكل بني آدم بتكريم الله له، بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو النسب أو اللون. ومن هنا وجب القيام على الحق والعدل والمساواة، لأن حقوق الإنسان مكفولة لكل فرد ولكل جماعة كما أقرتها الشريعة الإسلامية. عملت العصابة الأسدية على استمالة بعض أبناء القرية لتشويه سمعة العائلة عبر الفرقة الحزبية البعثية التي افتتحوها في بلدتهم، وانضم إليها المختلفون مع آل الخزنوي فقط ليتاح لهم مناوئة آل الخزنوي، وكانوا غالبا ممن وزعت عليهم أراضي الخزنوية نتيجة قانون الإصلاح الزراعي كما تسميه عصابة الأسد. وقد ظهرت للشيخ محمد معشوق مواقف قوية لا سيما بعد انتفاضة آذار عام 2004، عندما قام بدور دبلوماسي من خلال معارفه من الوجوه الكردية وغير الكردية في دمشق، محاولا إطلاق سراح المئات من الشباب الكردي الذي تم اعتقاله على مبدأ الهوية عقب أحداث مباراة كرة قدم بين فريقي الجهاد والفتوة، عندما أمر محافظ الحسكة المجرم بإطلاق النار على المتظاهرين الكرد، ما أدى آنذاك إلى مقتل العشرات من الشباب الكردي وجرح المئات بالرصاص الحي الذي أطلق عليهم. وتبين فيما بعد أن ذلك تم بأوامر من وزير الداخلية علي حمود ورئيس النظام المجرم بشار الأسد. ولا شك أن نظام البعث الحاقد وعلى رأسه الزمرة الأسدية كانت تغذي وتعمق الهوة بين العرب والكرد وتزيد الشقاق بين الطرفين. كيف لرجل يحمل فكرا ألا تتبعه مخابرات الأسد الطاغية كانت تتعقبه منذ مدة بسبب شخصيته المؤثرة ومكانته العلمية والاجتماعية وعلاقاته الواسعة وصراحته في التحدث عن ضرورة إنصاف الأكراد السوريين ودعوته لإبطال القوانين القمعية. تم استدعاء الشيخ محمد معشوق الخزنوي مرات عديدة إلى الدوائر الأمنية الأسدية للتحقيق معه في علاقته بالمطالبات الكردية. لقاؤه في أوروبا ببعض وجوه المعارضة في رحلته الأخيرة إليها جعله يتحسس أنه بات مطلوبا، ما أوجب عليه أن يتخذ التدابير المطلوبة ضمن مدينته، غير أنه لم يفعل. وأثناء أسفاره إلى دمشق كان ينطلق بسيارته وحيدا، فنصبت له مخابرات الأسد الطاغية كمينا في دمشق في 10 من أيار سنة 2015. وعلى إثر اختفاء الشيخ تجمع نحو 10,000 كردي في 21 من أيار في مدينة القامشلي للمطالبة بالكشف عن مصير الخزنوي، ولكن دون جدوى. وبدأت المخاوف على حياة الشيخ تكبر أكثر، لا سيما أن عصابة الأسد لم تتفاعل مع الأمر أبدا. استمر اختفاء الشيخ 20 يوما حتى تواترت الأخبار عن رؤية بعض الأطباء للشيخ في مستشفى تشرين العسكري بدمشق وهو في حالة يرثى لها بين الحياة والموت. وقد أعطي بعض المضادات الحيوية والعلاجات وسط تواجد أمني كثيف في المستشفى، أي قبل يوم واحد فقط من مقتله على يد الأنذال. قامت مخابرات الطاغية بإرسال جثته إلى دير الزور ودفنها هناك من أجل إشعال فتنة بين العرب والكرد. ثم انتشر خبر مقتله في الأول من حزيران 2005، وخرجت على الفور وزارة الداخلية في حكومة المجرم تعلن إلقاء القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص قاموا باختطاف الشيخ معشوق الخزنوي من دمشق ونقله إلى حلب ثم قتله. ولفقت مسرحية على عادة الدجالين بأن قاضي التحقيق الأول بدمشق خالد حمود يشرف على كامل التحقيقات مع هيئة الكشف الطبية التي عينها القضاء، نافيا أن يكون قد تم اعتقال الشيخ معشوق من أي جهة أمنية. لقد قتل الشيخ بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له على يد مجرمي الحقد الطائفي في أقبية الأمن العسكري، والهدف من قتله كان خنق روحه الكبيرة والقضاء على همته العالية ومنعه من تحرير أمته من نير العسف والحقد. سيبقى مقتل الشهيد محمد معشوق الخزنوي وصمة عار في جبين السلطات البعثية في سوريا، ذبحته أيادي الغدر والوحشية والطائفية والحقد في أقبية الأمن العسكري في دمشق. هذا الرجل الذي لم يقترف جرما سوى أنه كان سوريا كبيرا وصادقا، وتكلم بما لم تقبل به أحقاد الطغمة المجرمة
المتسلطة على أمتنا، فاحتل مكانة رفيعة لدى السوريين عموما، فما كان من طغمة الأسد إلا أن أنشبت أنياب أحقادها في جسد الشيخ بعد أن اختطفته كلاب الأمن العسكري. وها هم باتباع أساليب القتل والاعتقال يريدون حرمان سوريا من مفكريها ومن علمائها، يريدون أن تكون سوريا لآل الأسد، ولكن هيهات هيهات. لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك ربي لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وخاتم أنبيائك فلا نبي بعده. من رغب في سنة محمد وصل، ومن رغب عن سنة محمد غوى وخسر وضل وانفصل. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي العظيم صاحب الخلق الكريم سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول رب العزة جل جلاله في محكم كتابه وفصيح بيانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول رسولنا الأعظم نبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. أيها الإخوة، في بعض المواقف ينحرج الرجل ماذا يقول، وأظنك قد وقعت في مثل هذه المواقف حين تمر في طريق وتجد حادثا ذهب ضحيته طفل أو رجل. ماذا تفعل؟ السائق هرب، ماذا تفعل أنت؟ هل تترك الضحية تلفظ أنفاسها؟ ضميرك لا يتحمل. هل تسعفها؟ إذا تكون قد وقعت في مشكلة. ربما علقت مع الشرطة والضبط وأصبحت أنت المتهم. لا تدري ماذا تفعل، تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
واليوم أنا في هذا الموقف حين أتحدث عن الأمانة أجد مجتمعا يلفظ أنفاسه. هل أضع يدي على مواضع الجرح؟ هل أوقف النزيف؟ إذا ربما أصطدم مع بعض المشاعر. هل أدعه ينزف؟ يموت. لابد إذا أن أضع يدي على مثل هذه النقاط والتمس العذر ان كنت صريحا الى درجة ما. الامانة ايها الاخوة خلق عظيم واساس متين من اسس الاصلاح والعمران. الامانة خط عريض من الخطوط البارزة في سجل الحضارة والمدنية والعيش الرغيد. إذن أستطيع أن أقول لا تستقيم حياة ولا يصلح مجتمع ولا تسود أمة ولا يشمخ فرد إلا بالأمانة. لا الأمانة التي أجهضتموها، لا أقصد بالأمانة تلك التي خنقتموها حتى ضمرت وأصبحت حكرا على دريهمات تودعها عند غيرك. لا، إنما أقصد بالأمانة تلك التي يتسع مفهومها، تتشعب طرقها، تتعدد نواحيها حتى تشمل الحياة كلها، حتى تعم الدين كله بكل عقائده، بكل عباداته، بكل فروضه واحكامه، بكل رسومه وحدوده، بكل اخلاقه، قيمه، مبادئه، سننه. اذ الامانه في عرف الاسلام ايها الاخوه هي كل شيء اؤتمنت عليه من مال وودائع وكنوز وغنائم وعلوم واسرار وحكم وقضاء ووظيفة ومهنة وحكم وقول وعمل وطاعة وعبادة وحركة وسكنة وخلق وخلق ومال وولد وشعب وبلد، وكل ما كلفت بالمحافظة عليه وأدائه والتعامل معه بالشكل والوجه الذي يرضي الله ورسوله. وأي تفريط في الأمانة أيها الإخوة، أي تفريط في الأمانة سيؤدي إلى اختلاف موازين الحياة وشيوع الخيانة في الأرض وسيادة الفساد بين العباد. فبالأمانة تنمو العلاقات وتتعمق الصلات وتتوثق الأخوة وتقوى الروابط وتتمتن الأواصر.
بالامانة تذبل الخلافات، تضمحل العداوات، تتلاشى الخصومات. وبدون الامانة سيقع المجتمع فريسة بين براسن الخيانة، وتحدث في الارض فتنة عريضة وفساد كبير وشر مستطير. وان وقتكم الحاضر ومجتمعكم المعاصر لهو اكبر دليل على النتائج السيئة التي تترتب على الخيانة. ولو جئت اليوم في هذا العصر الذي تلاشت فيه الامانة واضمحلت وضمرت، لو جئت تتأمل في المجتمع اين تجده؟ ستجده غارقا في اوحال الخيانة، تدنست اثوابه حتى اعلاها باوساخها. لو انك جئت الى المجتمع ستجد الريبة عمت كل الناس، والشكوك ساورت كل النفوس، والوساوس خالطت كل القلوب، حتى طغت المادة وتحكمت الشهوات وسيطرت الاهواء وفسدت الضمائر وخربت الذمم. قل الخير وفاعلوه وكثر الشر وحاملوه، حتى اصبح المجتمع في حالة لو جئت تبحث عن انقاضه، لو جئت تبحث بين انقاضه عن بقايا الامانة لما وجدت الا اثارا هزيلة ضعيفة بالية نخرة تتواجد في زوايا مهملة في المجتمع. هذا كلام ايها الاخوة اظنكم جميعا توافقونني عليه، فهو واقع نشعر به جميعا، وحقيقة نسلم بها بل نلمسها كل لحظة. نحن جميعا نجمع على ان الخيانة افظع مرض، اشد داء، اخطر خلق يهدد المجتمع وينسف كيانه من اساسه. هذا كله انتم مجمعون عليه، غير ان الذي اراكم ستجمعون عليه وهو حقيقة لا شك فيه، ان كل واحد منا يوزع القاب الخيانة والامانة كما يشاء وحسب ما يريد وتقتضيه المصلحة، حسب ما تقتضيه المصلحة. لذلك تجد الواحد منا يرى نفسه امينا وفي قمة الامانة، ويرى غيره خائنا جاثيا راكعا في حضيض الخيانة. لكن ايها الاخوة، لكن الامور لا تحصل بالتمني ولا بالادعاء. المسألة تحتاج الى ادلة وبراهين. للخيانة والامانة قواعد، موازين، بها تستطيع ان تتعرف على موقفك، على مكانك في المجتمع،
وهل أنت تقف بين الخونة أو الأمناء؟ هل أنت أمين؟ هل سألت نفسك يوما ما؟ هل احتكمت إلى هذه القواعد لترى نفسك هل أنت أمين؟ إذا لم تكن قد حاولت سابقا تعال معي لنحاول سوية. هل نحن أمناء؟ هل أنت أمين؟ أسألك. لا تستعجل بالإجابة، سأعرض عليك نقاطا ومسائل على ضوئها أجب أنت نفسك. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هل أنت أمين؟ عيناك هل تمدهما إلى ما متع الله به أزواجا من الناس زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه؟ إن فعلت فلست أمينا على عينك، إنما أنت خائن. عيناك هل تنظر بهما إلى عورات الناس وخبايا بيوتهم؟ إن فعلت ذلك فأنت خائن. سمعك هل تسترق به؟ هل تتجسس به على الناس؟ هل تسمع به الغيبة، النميمة، الشتم والسب واللعنة والكفر؟ إذا أنت خائن. لسانك هل تلمز به الآخرين، تنتقصهم به، تحتقرهم، تخوض في أعراضهم، تأكل به لحومهم؟ إذا أنت خائن. شهوتك هل تنالها مما حرم الله؟ لذتك هل تبحث عنها خارج الحدود التي رسمها الله لك؟ إذا أنت خائن. قلبك هل تسمح للأوهام والوساوس والخطرات أن تجوس خلال دياره؟ إذا أنت خائن. صدرك هل جعلته مزرعة بذرت فيه بذور الحقد والحسد والعداوة والكراهية؟ إذا أنت خائن. عقلك، تفكيرك هل عطلته؟ هل وأته في تراب تقليدك للآخرين؟ هل سجنت وراء قضبان حديدية من شهواتك؟ إذا أنت خائن. يداك هل تمدهما إلى ما منعك الله أن تمدهما إليه؟ بغش، باحتكار، بسرقة، بغصب، بظلم، باعتداء، بجرح، بقتل. إذا أنت خائن. رجلاك هل تمشي بهما إلى ما منعك الله أن تسير بهما فيه أو إليه؟ إذا أنت خائن. وقتك، زمنك، فراغك، ساعات عمرك كيف تستهلكها؟ باللهو واللعب، بالعبث والمجون، حول طاولات النرد والقمار.
بقراءة المجلات الفارغة، بمشاهدة الأفلام الفاسقة، إذن أنت خائن. مالك يوم كنت تجمعه هل كنت لا تتحرى الحلال؟ اليوم حين تنفقه هل لا تتحرى طاعة الله وخدمة المجتمع؟ إذن أنت خائن. صلاتك هل تتهاون فيها تراخيا أو تركا؟ هل تتساهل في فروضها في شروطها؟ إذن أنت خائن. إن كنت تحافظ على صلاتك هل هذه الصلاة لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ إذن أنت خائن. إن كنت من الذين يرتادون المساجد هل تؤذي من في المسجد وفي طريق المسجد بصوتك، بصورتك، بمظهرك، برائحتك؟ إذن أنت خائن. إن كنت صائما هل صومك إمساك عن الطعام والشراب ثم ترك لعنان الشهوات؟ إذن أنت خائن. زكاتك هل تتلاعب بها وتعبث بها وتضعها في جيوب الأغنياء من أقاربك وتضع الجيران جياعا؟ إذن أنت خائن. حجك هل فسقت فيه ورفثت وعدت كما يقول المثل عدت إلينا شفرة بعد أن كنت سكينا؟ إذن أنت خائن. إن كنت ابنا هل تعق والديك في طاعة الله وتطيعهما في معصية الله؟ إذن أنت خائن. إن كنت أبا هل تهمل أبنائك تدفعهم إلى الشارع يتلقون تربيتهم من كل رائح وغاب؟ إذن أنت خائن. إن كنت أمة هل تذهبين إلى مشاويرك وسهراتك تبتغين شهواتك وأهوائك فيما تسمينه أنت عمل وتتركين طفلك عند الخادمة، عند الجارة، عند الجدة العجوزة، أو في دور الحضانة حيث يتلقى تربية غير تربية دينك. إذن أنت خائنة. إن كنت زوجة هل تتجملين للشارع وتتزينين لأبنائه أضعاف ما تتجملين لبيتك وتتزينين لزوجك؟ إذن أنت خائنة. إن كنت زوجا هل تسمح لزوجتك أن تخالط الرجال وتختلي بهم وتستقبلهم دونك؟ هل تسمح لها أن تخرج كاشفة شعرها مبدية صدرها أو نحرها معرية ساعديها أو ساقيها
إذا أنت زوج خائن حين تصاحبها في سوق، في طريق، في محل، وتراها تتقصع في مشيتها، تتمايل في حركاتها. هل تسكت؟ هل تنبسط؟ بل هل تعجب أنت الآخر بحركاتها اللطيفة وقوامها الرزين الذي به استطاعت أن تلفت أنظار أبناء الشارع؟ إذا أنت خائن. إن كنت تاجرا، إن كنت تاجرا أيها الإخوة، أيها الأخ المسلم، إن كنت تاجرا وترك الزبون أو المشتري الأمر لدينك، لضميرك، لوجدانك، غره مظهرك، احتمى بلحيتك، اختفى بين حبات سبحتك، اعتصم بصورة شيخ من مشايخك تعلقها في صدر حانوتك، احتمى بحجاتك السبع اللاتي حججتهن ولم تفهم منهن شيئا. هل ستعطيه أسوأ بضاعة بأغلى سعر؟ إذا أنت خائن. إذا بعت سلعة معيبة هل تسكت على عيبها؟ هل تطفف الكيل والميزان؟ إذا بعت 100 غرام من الشاي هل تضعه في كيس ورق يزن 50 غراما؟ إذا أردت أن تبيع كيلوا من الحلو هل تضعه في كرتونة تزن نصف كيلو؟ لتبيع الورق بسعر الشاي والكرتونة بسعر الحلو، إذا أنت خائن. هل تبيع الماء الأبيض على أنه حليب؟ وكما يقول المثل: هل بركة الحليب في يدك كما أن بركة السنين في يد أمك؟ إذا أنت خائن. هل تبيع الماء على أنه مازوت أو تبيع الغاز على أنه بنزين؟ إذا أنت خائن. إن كنت قصابا هل تبيع الشحم بدل اللحم والمصران بدل الشحم والجلد بدل المصران والأوساخ بدل الجلد؟ إذا أنت خائن. إذا استقرضك رجل مالا وليس له عليك بينة هل تنكر حقه؟ إذا استودعك وديعة هل تستعملها دون إذن من صاحبها؟ إذا أنت خائن. إن كنت متعهدا هل تلتف على دفتر الشروط؟ هل تتهرب من القيود؟ هل تعمل في الخفاء وتبني في الظلام من أجل أن تنقص كمية الإسمنت أو الحديد، أو تضع البلوك موضع الحجر أو الحجر موضع الإسمنت المسلح؟
إذا أنت متعهد خائن. إن كنت مهندسا هل تستلم من هذا المتعهد الخائن عمله على علاته وعيوبه مقابل أن يدهن شواربك بسمنه أو يغمس خبزك في زيته؟ إذا أنت مهندس خائن. إن كنت معلما هل تهمل واجبك تجاه طلابك؟ هل تهمل واجبك في تحضير دروسك؟ هل تدع براعم المجتمع التي وضعت في عهدتك هل تدعها تذبل بين يديك؟ هل توقع الساعات التي ما حضرت إلا في نهايتها أو ربما ما حضرتها أصلا؟ إذا أنت معلم خائن. إن كنت معلمة هل تشغلين طلابك بسنارة المغزل وتصفيف خيوط الحرير والصوف من أجل أن تنسجي لقوامك الرزين بلوزة أو لزوجك كنزة أو لطفلك بدلة؟ إذا أنت معلمة خائنة. إن كنت مراقبا في مركز امتحانات هل تتحرك كساعي بريد؟ هل تعمل كمراسل تنتقل من زاوية إلى زاوية تنقل الراشدات من طالب إلى طالب؟ وأكثر من هذا هل تمزق ورقة ابن فلان ليتأتي بدلا عنها ورقة كتبت في الخارج وجهزت على طريق الأبنية المسبقة الصنع؟ إذا أنت مراقب خائن. إن كنت مراقب تموين هل تشارك بعض التجار مقابل أن تسكت عنهم ويناصفوك ما سرقوه؟ إذا أنت خائن. إن كنت أمين مستودع هل تمد يدك إلى ما فيه بسرقة ثم تضرم فيه النار لتتلف الموجود مع المفقود تضيعهما معا، أو تعرضه للشمس والرطوبة لتنظم أنت ومن معك ضبطا بإتلافه ثم تتقاسم ما بقي منه؟ إذا أنت لست أمين مستودع، إنما أنت خائن مستودع. إن كنت خبيرا في مكتب حبوب لا أدري ماذا يسمونه مجرما، إن كنت مجرما هل تبخس الناس بضاعتهم إلا إذا أعطوك؟ وبعد ذلك إن أعطيت هل تستلم التراب بدل الشعير؟
والشعير بدل الحنطة ما دامت حصتك مؤمنة. إذا أنت لست مجرما في مكتب حبوب، إنما أنت مجرم في مكتب حبوب. إن كنت طبيبا هل تغض نظرك إذا جاءت امرأة إلى عيادتك؟ هل تغض نظرك؟ هل تقتصر على مواضع الضرورة وتعاملها على أنها أختك وأن عرضها أمانة في رقبتك؟ إذا أنت طبيب أمين، وإلا فأنت خائن. هل همك جيب مريضك دون صحته؟ إذا أنت خائن. هل تجري عمليات الإجهاض السرية في عيادتك أو مشفاك مستغلا الظروف القاسية التي وقعت فيها بعض فتيات الشارع؟ إذا أنت طبيب خائن. إن كنت صيدليا هل تصرف الوصفات دراهم بدل الأدوية لتقاسم الغشاشين الذين يسرقون من صناديق نقاباتهم؟ إذا أنت خائن. إن كنت سائقا هل تقود سيارتك دون أن توفر فيها أسباب الأمان؟ هل تحملها فوق طاقتها؟ هل تقودها بسرعة تزيد على المسموح بها فتعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر؟ إذا أنت سائق خائن. إن كنت رجل مرور هل تتسامح مع هذا السائق المتهور ما دام يقذف على وجهك 10 ليرات؟ إذا أنت رجل مرور خائن. إن كنت ضابطا هل تعطي لعناصرك إجازات طويلة الأجل مقابل أن يتنازلوا لك عن رواتبهم؟ إذا أنت ضابط خائن. إن كنت رجل أمن هل تكتب ضبطك كما شاهدت وسمعت؟ فأنت رجل أمن أمين. أم أنك تزيد عليه أملاحا وتوابل من عندياتك؟ إذا أنت رجل أمن خائن. إن كنت رئيس مفرزة مخفر دورية أكبر أو أصغر هل تفرض على عناصرك الإتاوات والضرائب مقابل أن تطلق أيديهم في منطقة ما يعبثون ويسرقون وينهبون ويرتشون؟ إذا أنت خائن. إن كنت كاتب تقارير هل تكتبها انطلاقا من مصلحة الأمة ومنفعة الشعب؟ إذا أنت كاتب تقارير أمين. أم أنت تكتب لتزيد رصيدك من التقارير ولتضرب الرقم القياسي وليقال عنك إن خطك جميل ولسانك فصيح؟
إذا أنت خائن. إن كنت محققا هل تحقق على ضوء قول الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا أنت محقق أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت محاميا هل تتوكل للمظلوم فقط؟ إذا أنت محام أمين، أم أنك تتوكل لكل من يدفع لك؟ فأنت حينئذ محام خائن. إن كنت قاضيا هل القوي عندك ضعيف حتى تأخذ منه الحق؟ وهل الضعيف عندك قوي حتى تأخذ له الحق؟ إذا أنت قاض أمين، وإلا فأنت خائن. إن كنت رئيس شركة، مدير دائرة، هل تستخدم الموظفين على أساس خبراتهم وكفاءتهم بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو اتجاهاتهم السياسية؟ إذا أنت مدير أمين، أم أنك تتغافل الخبرة وتتناسى الكفاءة وتعينهم بموجب اتجاهاتهم، أو على أنهم من عائلتك أو عشيرتك أو بني قومك؟ إذا أنت مدير خائن. هل تستعمل هاتف الدائرة لمصلحتك؟ هل تكتب على قراطيس الدائرة حاجاتك الخاصة؟ هل تستعمل سيارتها في غير ما تسمح بها أنظمتك؟ إذا أنت خائن. هل تصرف قسائم البنزين دراهم تضعها في جيبك، أو مازوتات تضعها في بيتك؟ إذا أنت خائن. إن كنت عاميا وجهلت شيئا من أمر دينك، هل تخجل ولا تسأل أهل الذكر؟ إذا أنت خائن. إن كنت عالما وسئلت عن حكم شرعي، هل تسكت طمعا في شيء أو خوفا من شيء؟ إذا أنت عالم خائن. إن كنت خطيبا، هل تأمر الناس وتنسى نفسك؟ إذا أنت خطيب خائن. إن كنت إمام مسجد، إمام بلد، هل تقول لجمهورك: اسمع لقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري؟ إذا أنت إمام خائن. إن كنت مربيا أو كما يقال لك شيخ طريقة، هل تربط أتباعك والمحسوبين عليك؟ هل تربطهم بكتاب الله وسنة رسوله؟ هل تعلمهم على حب الناس جميعا وخدمة الخلق جميعا والتفاني في سبيل مصلحة الناس جميعا؟ إذا أنت شيخ أمين، أم أنك تبني بين أتباعك وبين المجتمع أسوارا حتى لا يبصروا الحقيقة؟
هل تأمرهم أن يقطعوا أقاربهم وأرحامهم، يظلموا من عفا عنهم، يسيئوا إلى من أحسن إليهم، تغسل أدمغتهم ليبقوا بلا حراك كالميت بين يدي الغاسل، تقلبهم كما تشاء كما تشتهي، تستغلهم، تبني أمجادا وعروشا على أكتافهم. إذا أنت شيخ طريقة خائن. إن كنت زعيم بلد، رئيس دولة، ملك مملكة، سلطان سلطنة، هل تتحرك وتسكن؟ تقوم وتقعد، تحارب وتسالم انطلاقا من مصلحة بلدك وشعبك. إذا أنت رئيس أمين، وإلا فأنت خائن. إذا استنجد بك رجل وأنت قادر على نجدته، هل تتقاعد؟ إذا أنت خائن. إذا بت شبعان وجارك إلى جانبك جائع، إذا أنت خائن. أطلت عليكم أيها الإخوة، هل ميزتم بعد هذا الأمناء من الخونة؟ ألا ما أكثر الخونة في مجتمع اليوم، وما أعرض شريحتهم، وما أشد ضررهم. فتبا لأمة هؤلاء هم أفرادها، أستغفر الله، ليسوا أفرادا. تبا لأمة هؤلاء هم حشراتها. يا شقاء أمة هؤلاء هم جراثيمها. يا خسارة مجتمع هؤلاء هم فيروساتها. يا قلة بركة مسجد هؤلاء هم رواده. يا شدة غضب رب هؤلاء هم عباده. يا شدة أسف وألم نبي هؤلاء هم أتباعه والمحسوبون عليه. فهل ميزتم الأمناء من الخونة؟ وهل عرفتم أن الأمانة ليست حكرا على دريهمات تودع عندك؟ وهل عرفتم أن الأمانة يتسع مفهومها، تتعدد نواحيها، ولذلك رفضت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها. ایوار باش تماشاوان هجا و برنز جارك دند برنامه راست راست ام بحفرنه تماشاوان هجا مجارا ما ایشه بالسر مسلمانتی و سیاسته هر وها کرد و مسلمانتی تماشاوان هجا جبو و مجاره میوانه کی می پر عزیز جوالت هاتیه رزدار شیخ دکتور محمد معشوق خزنوی هون بخير هاتنا شيخ تعالي مقالك بخير بله شيخ بري حرتشتي ام تخوازن بحثا مسلمانتی و سیاسته تکن اف هر دو پیو بتایبتی دوان سالن داویده تبلهویک دناف جهان اسلامی ده هر وها جهان بتواهی ده چه کرنه نرینا مسلمانتی لسر سیاست لگورا دیتنا و چیه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وبعد بري از يعني جوابا برسا تبدم استخوازم
يعني جهيق واستيدا اف قناله كردي از قلكي كيف خشم جو از مهباني وما ودنا في يعني دريا في قنالي از خوازم سلافي خو بجهنما جميع كردال جميع بارتشي كردستاني ووقتي جو از بيجم اهلمي القامشلو يعني بحركه وا خصوصيها بقركه يعني حقي مبي يعني از انسانكي باشاوات حسم واز لوات برسم مطلقه سلافي مي قلكي قرم افي جو في ايفار المتحسنن وكيف خشن جو دنجي متكن از سلافي مجوارها هي بله كرمك الشيخ. مسألة إسلام وسياسته حقيقة قالك بيها تليزاند إسلام الجوراجو بافو كالي ما بريا هزار صالي فيم كرن دزانين جو إسلام أخلاقا قيما أو عم دي بيفانن يعني بله. أو بيفانيها دبنا وكا خطي مظن جملات عرا بله. أما زمان در باسبو خلق الموجة دين صوار بود قالك مثلا هذا السدمي من يتشون وخلق الموجودين صور بو دين يعني قداس مصنعي كويها دلي انسان ده قدسيتك كويها يعني اذكارم مثال كي بيجم يعني زمانك از ناخذ كما تفاصيله بس اخوازم يعني جهه تشت جهه خبكرن يعني بله. زمانك خلكي الجمل القامش للسوري ما معزود دفرته خلكي ما يلسبيني وعده بله دوستكي ما هبو طبعا ظننا انها اوجي دنجي متكي يعني كيف خشت بي اس في مساله ديفيجن بله. هات سوري معزود ذكري جمك يكي جماعتي ما يدين دار جي برسي قلت معزود ذكري جمكي قولا يكي مسيحي هي از معزود جم ذكرم فلان كسنا فينا يا جو كوري ماشي معزود دفروشي شو تجمعي ناكري قو بس ما كوري تجينجا وافزلام ختياره واشتغاليا ويجم قيمتها رابو اف دبيجي ده دبينا بس ما معزوتا جو كوري متيني نوك افي جو مسيحي تاني بله. قلت ما قي جو سيدا جو قي معزوتا واسلاميه يعني ديمك خلق يعني افيجو دراجنا باري دين بيرقا دين فهمت كي قالك جارا جو ام قابلينا غشيمه ختما خدي قلت المساله كي خست اجي مجبور لي بحسينم بله. تخرج برسا ومحاسبه خلاصتكي جبرلوجي زمان بريجي بري اسلامي جي اباطيره وغيري وانا تقول ام اسلامي خدينا ام حكم تكون بنادي خدي دفيواري هذا خلق الجميع اسلامي صواربو واستخدام كرن جبو سياسته شيخ اتخازم دسبيكا اسلامي يعني هند بيجن كو دسبيكا اسلامي ده بخو وك سيستمك السياسي جبو بريفا برنا جيفاكي هات يانجي بلي اف قرك مرو دائما بيجي وقصد بيجم يعني دفي دائما مرو السنيركي بخي نابينا اسلامي ونابينا مسلمان وقتي جوج مكيه هاتنا مديني ودولتها خو شكرن شحقي وايا يعني جما في فاخل كايا جود جفاتك واهبي دولتك واهبي افخل كيها مطلقه قرك بسياسه خبردن ومطلقه قرك مظنكي واهبي وسروكي واهبي سروكي مطلقا يعني قرك انسانك خوياي بدنا وادا خوياي بيغمبر عليه الصلاه والسلام ام حتى انها نكار نفصل كندنا بينا بيغمبر جو رسول خديبو وامام مد دين واخرتها مدبو وتبلويجي زاني مابو قال لك قندي ما هبون بري صالي قلت هذا بابدي اي زانا ايجو زاني باب بني في مالابو يعني ايش حقي منها ايرو ازبيجم ايجو مكتوب ابو خويني وايجو بقرقور بدي وبصيني قالك مالابي كما بري صالي مالابو بس ما بري صالي ايجو زاني وبو خويني مالابو حكما قوي بدولتي ربدي وصلني ازراب مقلمه خو درخم ازبيش قرك دستور من بيقوم الله قرك في تدبير بيني غلط بو وي وقتي وي زماني دوي جهيدا ايجو زانا ايجو افكم دمشاندن او مسلماني ما يقولبون دمشاندن بسلامتي ند مشاندن باسلاميتي يعني هون دبيجن دما خدا اسلام دما هات بيوست بوكو بسياسته مجول به مجبوري بو دما هذا هون شاول في مساله درن يعني در باسمونا سياسته نا اسلامي ده اسلام سياسي نقول ها بريا بيجي
يعني شكون فا حتى انها مسلمان وقت يقول سياسة بيج ما في بيها بله. او جي وطن داشا وك او جي مواطن وك يعني وك عرب بيجن وك ترك بيجن او جي انسان كيف كري في ولاتيا شحقي بيا قول سياسة خبر دي بس امد بيجن بلا بنافي الدين كارنكي بنافي الدين برجو الدين جو كتا مسألة دا براني ملتي مجمرهن كي ببوريني زمان مفردات عربي كلمات عربي تدا هنا لكن مطلقة ويش مفهمكن برجو اف كان داما يا كولترا ما تبع يعني بله. وقتي از بنافي الدين دعوك سياسي بكم يا دعوك وكان هم بحسها مازوت هيك بله. وقتي از الدين بحساتش كي بكم مطلقة از ايه مقابلي خوا لغوتكم اقصاءتكم جميداني درتكم افنا كاري سياسي بينابي وكتشاون همس از بيش ازلامي خديمه يعني معناه از حزب الله وقت يقول از حزب الله بم خلكي باشقا افيد مخالفات مدى معنى شيء حكما معنى حزب ال إن الله إن الله بلي وقت يقول نحزب ني الله بنما كاري خباتي بكي جبروا له بيخنبر عليه الصلاه والسلام حسابي في ناكر قال لك جرى بيش تغليا وقت قلت يا مسلمانه قلت انتم اعلم بشؤون دنياكم قصداوي كس استخدامات دينك يعني هون بيتر بكاري خوي جياني دنيا وقت يقول از بيجم امريكا تختور ورا جمره عرض بتشينا از بيجم مالي درباس بغرفه عمليات اوري نخش فكا استعدل دخل كاتكم يكجي استعدل نخشتكم قوم يكي نزان خست غرفه عملياتي يدو استعدل ماليتكم قو از سمعتها ويد ناف خلكي داخراتكم اف انساني هاوي صبد ناف دستي دمري كما حقي من مالي هاي قو ازوي بخم غرفه عملياتها مالا قركد ناف قيمتي خد بمني مالا اخلاقي مجمرد بيجي تربيه عمي ديني جمرد بيجي از محتاجي يمد اخرتها عمدا بر نكذي واري قماري دا يعني موسى فهم كر شيخ كو كسي مسلمان حقيقي ما في هيك وسياسته بكي ليك ما في تتفكرين سياسي تنكو اسلامي بكاربيني استعمال بكيش خلاصه ويا لسر فان سالين داويده تفكرين سياسي اسلامي تشبون للدنيا وبيغمان روجانا دي ميديا وشابامنيا دنيا ده بحثواتي كرن هون لسر واشد بيجن از يعني حركه ورابوني مسلمانه بنافي اسلامي از يعني قال لك يجي الترسم حتى قال لك مسلمانه ما جار رجمت برسنتين مسلمان دلي ما باقشه وعاطفه ما هي وزمانه بريجي وقت قد بيجن الطنبوره في براتي هاتيه كرن يعني براتي اسلامي وقت يقول اف مساله اسلاميتين حولي از قال لك يجي الترسم شما جبرجو وقت نها افا مقوت يعني ترابي او قداستها اسلامي او كراسي اسلامي تيل خبكي بله بنوي كراسي ده تبشري بله تيش كافي غلطيه ده تشاشتي تبقى ايكونوميه ليزي احتمال قلت تدزيه بكي احتمال قلت حلال خلقي بكي بقول از دبيجم بيخبر عليه الصلاه والسلام انسانك معصومه بيخبر ياخذها لكن جغيري بيخنبر حتى ابو بكر بي عمر بي عثمان بي علي بي افقى مظنمه از واحد اعتقادناكم معصوم وقت قلت كراسي اسلامي الخوكي وتدرابي بيشام ضلبتي كارتكي وتقيماتها نايجي وازل تميزين مكزلام تدبي دائما الميزي ازلامي خديمه هنغاني استرسم اوقع قمارته لسر اسلامي بين حسيبي ومكر جبر له جين هاغو انسانك عملك بيستكي لاوروبا بي لامريكا بي دبيجن دبي فلان كسي افريقي ولوكر فلان كسي ارجنتيني ولوكر الا قوم مسلمان بي دي فلان كسي مسلمان ولوكر اريد دجمن هنكي اگر ام بيجن دجمن اف جامريها اري مصلحتها وليا ولكن مجي اف كرت مداوانا مجي تصرفاتي قوم كرن مقو ازنب كرديات اخذكم ازنب عربيات اخذكم ازنب تركيا اخذكم ازنافي خديو بخبرتكم او يجي يقول افنا خديمك اف قمارها بريش عندك از مثال كيشتر بيجم مالله كيما اشتغلي يعني ناخذ النافا بيجن ومسائل بيجي نخلكي مالله كيما اشتغلي جو از نسب اخوا تكما بلنجي خدا بلي خورتنا ما هات نجمع جو بسمه مف جامعه تجمرنا ما لازم باي امنا ما اعطينا جامعه كل شيء ما له افزلامك غلط بو جو بسمه جو بخدا جو يرو عمر بن الخطاب تلفربانا ويوكا يملي بيجي اف ايديولوجيا ويا جبل مالي وقت جو اشتغلي نجو اسكزلامكي كوتشر بوتي كرمانج سنجقي از بيشتغل بيشم بنافي اسلامي صار من برابي خنبربو وبنافي اسلامي قوت جبرلو از قالكي ترسم جو اف قمار يعني شي يعني از حريسم جو قمار نجي جلا اسلامي از بقالي خلكي رحمه الاسلاميه بكن نقطه كي دي وقت جو درابي بنافي اسلامي تخبتي
نكاري خدمتي خلقي ربكي چما جبرقو النظريه منينا نظريه يعني اسكرم بيج ما خلقي ايرو معزوطه اسلامي هي از سروي مساله سكنم از نكرم مرق قد جو ما انا معزوطه حمش رفينا حمصتين از نكرم ايرو سياسات جهدك بشريه نتيجه تفاعل حضاراتها خلقي سرها افاكريا دبيغو راسها بي دبيغو شبها بي دبيغو نورمالها بي دبي هنا كابن مهتم دبي شنو حزب الخضر فلان الى اخره بيئه الى اخره از وقتي قلنا اسلامي طرحت كم ساحده كحركه سياسيه معناها از بيش موانا از دبي نظريه كم سياسي هي مقابلي كومونستيه مقابلي ليبرالي هون دبي افتشي نابي شيخ از دبي تنكاري وي او اشتغاليه قلت نظري دبيجي تنكاري تطبيق بكبنافي اسلامي برقد اسلامي ده بيفان هنا بيفاني اخلاقي هنا يعني اخلاقي سياسي يعني عدالة جركة هبي مساواة هبي شورى جركة هبي اف بيفان اسبترا بس تنكاري بجميع تفاصيل النظريه الاسلاميه الجمع هنا از مثالك يا بيجم اگر ما قوتوا ما حيرا فامرا بن دولتك اسلامي تشيك عم كرد بن عرب بن ترك بن فارس بن المان بن امرا بن دولتك اسلامي تشيك بس ما كاجمر بيجا ونشاوا ونسروك خو اسلامي اختياركم بله اسخوازم وبي امي فكرنا دورا سعادتي دورا سعادتي طيب فيتو جمرة از مسلمانم يعني جمرة سرسري مباومه كاد دورا سعادتي ازني بسنم نظام اسلامي شلو از غراوي هرم بيغمبر عليه الصلاه والسلام اري بيغمبر بو بس عيني ودا سروكي دولتا مدينه بو وقت اف بيغمبرها اف سروكي دولتي ام نبي بيغمبر عليه الصلاه والسلام اف سروكي دولتي غومر كاس دوسا خدنا داني حق دا مسلمانه غونش خورا دين افيك نقطه او بروجا قد بيجي نراستا اگر موضوع يعني مسألة إسلامي بنا بيخبر نمعقولة مسألة كي إسلامي اللي فيها جهد بشري بهلي وبيش تقليبنا ولكن جبرقو برج مرة جامير قوتيا منصف بو مخلص بو الدين استثمار نذكر وأنتم أعلم بشؤون دنياكم وين مسألة الدنيا خوا وين بهتر بيزانن مزيش خورا كاري وشبي ولبكن بيجا أختيقو بيخبر مر جفاتك رونشت أبو بكر نقاندن أزيني في سينم ناخذ معناه الدولة الإسلامية ده جرك زلامي زعنا وعاقل من دي مرونن يكيش خورا مجار يكيش خورنا هل بجيرن هل بجيرن ماني فسانت بيشتي تصالوا نيفا أبو بكر مر أبو بكر وك آبر نكر الهيفيا جفاتا عاقل من ده نهشت قلت بيشتي مرة قال لي جماعتي بيشتي مرة عمر وي بريار دا وقت وي بريار شغلي ملكة وقت ملكة عمر كان صالك كيما هاتا كشتن علي هات عمر جو ونه لجنك يشكن شش زلاما افش زلامي هوني واكن خاني كيدا دريوني الوادارن سيرو جايك شخنا قاندن باشا ننا قاندن ونه سري واجيكن برغو افنا هركس كيش خورات خواسي بله ابو رياسيا بشتي جو عثمان هاتا كشتن ام بجنه فراغ سياسي شيبو بله بوشلق چيبو والای چيبو مسلمان هركس كيش مالا خو بازن دري علي خصن جو بسمه مورا تريناما بيش فيرما ورا باجو افريكي چارا علي جو هاتا بريندار كرن هاتا كشتن علي جو برا كوري من دوسام دبي تقى حرمتان من سيدنا علي رهايا وازو اعتبارت قال لك مثلا دا يعني مقتدايمه بس استجاري الاسلام نامي زين جو غلطي وانين سيدنا علي اول شخص جو نظام ارسيت شيكر جو مر جوت جو برا كوري حسن بي حسن كرد دوسا خدا اف بين شكل حسن شار بينج مها ميزان قلنا كاري مجادله بمعاويه ربكي معاويه انسانكي جيره وجهاتيا وقلبات دي مساله رابو باكر يقول بسمه مور امي اتفاقيه خوش يقول الشما وقت بيجي حيرا نهات راب زي تنازل اشتراكم تبع رسالو كي دولتي ولكن قلت بمري ويش مر ابي يعني وقت امبيشن تبادل السلطه بين عائلتين شكر دبر الدمال باطل بين الدمال باطل السلطداريه بيغهرت افتمام تقازي دا شي بوت سه صالي دا از اختيز بيش مملكه مسلمان حيرا ورا از مسلمان از نه ممكن سيناريو اسلامي در باسكب كاورا لغورا قلت بيجي لغورا فكر اسلامي ام تشاوا دولتا خو بنظمين دسه صالي شش ريته هنا از نظام خلقوش الكوجا الغورا كيجاني شيكم وشاغد الشيخ يعني مرونا بيجي او تشتن كون ها دما ايلو د تشد بي بنقهاوي اساسي وجويت الهافيه ودميه دبي اما فجا او الهافيه ناس كم بيجم او بريا جوز بكم ويدي ازي بيجم دا افشش كليغ وتشيكر انسه صلادا كيجا جو اخذيا مطلقا نكاري بعينيني نيك جو اخذيا افهمجي جهدي بشريبون لغورا فكري وا لغورا زانبونا واش خور دمشاندن وايرو
اگر ملت پیش کتبی تقرنی 21 دا خلق دی بيجي حيره او مثلا جو عاقل من درون ام جو خلاص بون مثلا جو يك بيجي فلان كس دومده ام جو خلاص بون هل بجارتن هنا هل بجارتن هيا وصنديقه هنا وصندوق هنا وانتخابات هنا هن يعني جرك ام مسلمان دستكي يمكن وقت يقول خلكي مسلمان نقاندن جو حيره وين البيش بن ام مطلق افتخاري بيتكن ديبك مسلمانا فرازكي باش شان حتى جو خلكي جو هداوا وقت جو هل بجاندري دا مسلمان باش كتن قالك مسلمان خو بدنا باش عيبك دودا هي برايم بله شيخ اتخازم دفر فقر يعني جبو اف برساي كيما قالك يدريش كر انجاماوي نتيجاوي تقول مش اخافتني وفهم كر يعني حتى درجه كي مرود كاري بيجي تبليكو هون شيخ نجي مثلا علمانيتي لايسيزم الجو خرتن يعني هون جداهيه فصله دين ودوله ايش هفدو تكن بالتاكيد از دعوه وقت يقول از دعوه كمشي از نش خارجي الدين خو بحث كم از معتقدم دين ما بيجي ما قركت الدين خو نلوتني فاليستيكا يعني دين دولته جدابي حتى از مثال اشتر بيجم بيغمبر عليه الصلاه والسلام وقت يقول زلامي خو دشيان مفاوضي بخلكيرتك يعني جبو خاطرك ها صلحك بي رابون ونشتنا بي امشي لوتكن ها مثلا نقول ولاتي كرداد اقول خوينك هبي جنا كرفان دي هبي وين بيجنا شيخ بي سيدا ورا بدا بيشاما وقت يقول امتشن او ملتي كرد نمسلمانا دي بيجي مد بشيخ يم قربا مزي كابي خديو بخمر سكوتيا امي وكتكن از مجبور بجوار بيج محيره مزي ازوك خديو بخمر نابيجم جبو اس حلال ونكم اف تدبير بيخمبر تقول وقت الاسلاميه شو دبرها مفاوضات ابوها بكي دي بيجي وانهم ارادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا ترضى يعني فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا يعني أدبي أقرفا خلقا خسبارتا تا وحيرا مزي بك خديو بيخمر تشلو قوتيا حكم بك راضي نبا شبر قلت بشري ممكن تشاش ويكي اللي كي حكمي خديد بيجي يعني غلط بيجي صد تشتي باش هي تأثير التدكي ولكن أنزلهم على حكمك جوار بيجي بحيرا أزلام از انسانم عقلي ما هي زنبونا ما هي لقورها فكري خو زنبونا وزنبونا خو ازي خدمتك ممكن اشاشي ممكن اشاشي ابعيني علمانيتها طبعا علمانيتها جو ازبيجم يعني ت جدابوني بخي نابنا الدين وسياستي نبشكلي دناف ولاتي مسلمان هذا شيء بودناف تركا هذا دناف عرب هذا علمانيات يعني معناه بنا دجمنا يا الدين نعم قيمه مناي يعني ما بس طاوة قصده باللايسيزم بعلمانيته دين جدابش دولته نكو دولة لديجي دين به بله شيخ سباس جبوه في مسألة ام فقر مجارك ديج بركو بيقومان ام كردن هون بخوجي كردن ام فقر نسر مسألة مسلمانتي وكردا يعني اف مجارك برجرنجا واستخمين دكم بمليون اجي تماشواني ماي كرد مراق دكنش دفي وببهيزن لسرفي مسألة هون باخفن قلك اخافتن تيغوتن وصدي صد بوارمك وبخوجي جهدار كريا ودفي بحضاره انسانه بهيستيا نتوين دنياي ملتين دنياي اي مسلمان حمكا فيدج مسلمانتي قرت تني كردا نكر يعني هر كسي مسلمانتي كره قربانا نتواخو ملتي خو وبون دولت لتني كردا مسلمانتي خكرن قربانا مسلمانتي هون سر في مساله شد بيجن تديت كردي ما دبيجين دبي دراول المرياد بن دراول المرياد بن شو ما دبي دراول المرياد بن بقول امري نحازره تنكاري حساب جيب خالص نكاري حساب جيبتي مثلا ويجد ناف دسيده دميني تو وجداني خو مثلا اسلامي ودين يعني بشكل كي كوميتي يعني عام مثلا خدي الهيفي اخرته اشتيا يعني اف دنيا هاد مثلا كي امتحانه بله اگر دقه بدقه روبرو عم دبيجن طب اگر روبرو طب الصريخ خلكي كتبانا مطلقه خلكي استثمارات دينت خلكي شيارو بانا لكن جبرقو مايا تشكي ونضا تشكي مايا العالمه اخرتي هر کس کی لزنگی خود برسی هر کس کی شخوره استثمارت کی کرد ما دفردا از نزانم كاتش قدري يعني علمي فيزياء بي خبر دايا علمي طبي بي خبر دايا لكن دبيجن دبي نها اوروبا دا قال لك نظرياتين وهنا دبي انساني مجرم انساني جنهكار دبي بلكي تشتك التركيباوي ده هبي بدي ودي دجيني ويدا يعني هو كدبي جيناوي نزال جيناوي نادا تشتك هيا از اعتقادك من الجوره اختلاء يعني دانو ستاندنا ملاتي مرا واجيك جوا ما يعني اسبيت حسم
وكا تشتكي نقطك زعيف تجينا مدى هيا او نقطه شيء او نقطه دائما ام صافن دائما ام خد سبيرنا خلكي دائما ام شي خلكي يقينتكن تشتيقوا ما ايمانا خبياني ام دائما اخلاصك كما زيدا جير هيا شخور لما زينا وقتي مركي كرد كومونيست بي نوعك خلكيه زيدي خلكيه كومونيست وقتي قوم مسلمان اني باسلاميه بقري زيدي اجر كس كاربي ملتك كاربي تدي تقوم جميع ملتها في دج اسلامي دي نو حقيقتك ولا لكن ازبيجم اجر ملتك كاربي بيجي اسلامي تعدل مكريه كي بيجي ميركي عرب نكاري بيجي جبرقوا ميركي عرب نبو بخير كا اسلامي بو بخير اسلامي بو تشتك بو انسان بو دولات نوبو خدي زمان بو خدي كلت يعني كان ناف خل كده بله مسلمانه ما تكاري بيجي بونا ملكي اكثر من الملك بله يعني جميركي عرب جي اخلاص هوا تشترجبو ازفنا ناقمه كيما يجوارا ولكن بيغمبرت بيجي عليه الصلاه والسلام دبي لست بالخب ولا الخب يخدعني بله دبي ازنا غدارب بله بس ازناهي لما كسي غدار جي كسي غدار حلال مبكي بخافي بله ازنا طعنيت ميركي كرد الدم تشمات صافي تشما اخلاصات جنا اصلا افتشكي مزنا سري ما بتبلندا بس نا مخلصك يقولوا بيت صافي يقولوا بيجو خلكين مخلص حلال تبك والنتيجه ده ولو بو والنتيجه ولو بو بله تاريخها قدر باسبو دائما ملتي كرد الخد ميزان براي بتشوك وافنا براي مظنن وكتشاو خذت قران كريم بيجي وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض قال لك جرى شريك تعديل خلقتكن بله ميركي كرد بيشتي تجربه هزار صالي مع الاسف قال لك جبهنا هي امد بيجن نا شريك تعديل شريك اناكي بله براي مظن تعديل براي بتشوك ناكي بس ما دبي امد بي ما شام دوره ما بشار دوره كالي ميزي بله خلال تاريخي ده في زماني جو درباس بوا النتيجه جو شيء بوا نوا جو تدبيجي جبروا له امها يعني قال لك ام خباتتكن جبو ملتي كرد نتويا خدا بخبتي الحق خول ما في خب برسي ونقو معنا وينا دجي ديني خويا او دين وحق حقيته حقوقته زمانته تشانداته كولتراته وتجي وكأي إنساني وكأي مرود كاري بيجي ندين شاش مفعم لك الشيخ نتوين دن ملتين دن بالدين كرد خاباندن مطلقا وكرد بخوهات خاباندن بمسألة ده أولا واستغلالات دينكر وقالك جارا أم جيبونا سبب يعني إيرو دم نما دماغ أم حلال فكن ملي عربجي جارنا مصطلحات استعمال كن أمجوا علمينا ولو تطبيق نينا دبي اليوم يوم الشفافية بلي إيرو رجا تلكبون وزلالبوني زلالبوني يعني بلي. أما مجبور نجبرها زلالبن بلي. حتى مجي أم دبي بصما تلهم امزمه علي كاريا فاخل كاكرنا بتشرن جي شيخ بمسألة الشعوري إسلامي عاطفة إسلامي بلي. اشترى مثالك يا بيجم وطبعا ملتين ميزانية قال لك جارة مجوارة قوتيا بلي الجفاتك إذا اشتغلين أجي وكأي نور يعني ملكي نورمال أس مجبور ما أس ملما شاش كامل سري منها أزي بحث أخلاقكم بلي. بحث قنجيكم بحث إسلاميكم خورتكي ماي كرد لابد وجههم دسكني قو سيدا قصرم عفوكا أزي تشتكي اشتر بيجم تزانيت إيرو دوراغو تدليزي يان إيغو بريا تليسن زانيت شخاصي جمارة أزانم دوراغو أستكم دوركي قال كي باقجا قو نا دوركي جمارة يمكو كاجمر بيجا شاوايا قو سيدا أم وكا أهلي قندكي بن أم خديه قندكينا تجي ملاي مي وتزاني قو كرد شخاصي قدري ملاي دبرن نقول والله خبراتي راستا قو دمكي چند اولي عربا خديه كونا هاتن دربا قندي مدد بيندرا دا كوني خداني امجي مهفاني خدينا ام جو عاجز نابن قو هاتن خدي بازن بيندرا مدد عرضي مدد حيواني خد شيراندن بشتي قو اخي جهدكاري ما قوت وحيل عرضي ما فالكن امي رابن جهتي خبكن قول مناشن اب عرضا مايا خورد غانها قو عرض وكهفا عرض ناموسيكا قيمه مناي مراش تتفنجي خو امشون ميركي عرب جربا قون درخل قلت سيدا قلت كتي بيش عمدا تقول لاو ام بختي خديدا لاو افكسكا بي خنبر بيت دراشي شاشكا خوش بخاطري عاطفه ديني استخدام قول لاو افكسكا بي خنبر بدنا بنا ولا وخلكي دلاو ما ونزل افكينا هبدنا كوشن
بقو افكينا سيدا قو اف زاروي صحابيانا اف عربين اف زاروي بخمبرن افن ايجو قران جمر اني لاو ايجو مدهن دايدا يعني اشتغل يا مليت كفيسر هذا يعني مثلا امير ابن دجيا بخمبركن ما قو حيرا خلفا مال خدي ربع دين برجوا ربع قند برجوا عربي حقي ما شو بشتي قدركي قو هناك ترك هاتن قو واجي ربع قند بر بله قو ابدي سرابون قمامه ناي مالا قو سيدا قو تدي سكتي بشامدا تقو ونزان افكينا بله وكينا افجا كينا سيدا قو لو افزاروي السلطاني عثماني انا 500 صالي 400 صالي خدمتا اسلامي كرنا سلطاني برو بحريبو سجاده خداني سر افي بله قو والله امجي ولو بي استرين ما قو حيدو اهلا وسهلا قو بشي قدر كي دي هناك فارسه هاتن بله قسمك جوند برن قو اوجي ما قيمه خونا اني قو ديست كتب شام هذا بله تقو نزلنا فكينا قو سيدا فجت شي مساله قو لاو افنا قو اف شيعاء الي بيتا بخنبرن اف جماعتي حسن وحسين قو تزاني اجمرت بيجي فجا وتزاني وقتي قو بحسا حسن وحسين بي قري حيسري ماليجيتين قو اف زاني اف زريتا حسن وحسين اف خديه كربلاء وعاشوراينا قو مال ميزان قو ام وكا مالي بكن امجي بيرا بقرين قو ربا قنجي ديشتي تشتغل ام مجبور بون قصرا ما عفو كسيدا ام مجبور بون قوت سيدا ام دخيله انا راب جمع باركه منتو زاروي صحابيه تدفن منتو زاروي سلطانيه عثمانيه تدفن منتو زاروي شيعاء علي بيتها تدفن كرمك صدرش قنتشي بله طبعا وقت قلت الفي مساله ميزي بمكه مالا شقها تعدل الخلكيجي كربنا في دين وعيني زمان لما تعدل ديني خوجي كر وملاتي دنجي تشا دين بكار اني ملاتي ديجي كرا وك سلاح يوجه خد استخدام شيخ الفرد خازم يعني خالق قال لك جرنجا جبو كسين مي كرد اي ديندار ان مسلمان کو بچکی بلکې برنګ کی بګومان نيزي کی مسئله کردایتی او نتواتیه دبن نرینا اسلامي لسر مسئله نتواتیه د اسلامي ده انسان دکاره خدمتا ملت خو نتواخب کیانا مطلقه چوا بري حمتشتي مرو انسان النظام الاسلامي ميزاني دميراسي ده بله عجب اقو ازبمرم كي مالي مدبي كوري مدبي يا جيران دبن يا غريب دبن كوري مدبي بله جبرقو علاقه كم خوينه بيرايا بله قو از غلطي كي بكم از مميرك كشت كي خوينا مدي كوري مدي يعني غريب دي بله مطلقه كوري مدي او علاقه محترمه بله جبرو لوجي به احاديث هنا دوي رخيده وكتشوا قوتيا خيركم لعشيرته طبعا عشيره دوي وقت ده دائره كبو او دائره تشبشوك بي وكا مالي يعني مالباط وتش عشير وتش مازن بمثلا بينتوي طبعا انساني قال كي اخلاقي وبلند بي جنتوي درت كذي خدمتها بشريه سعيدكي وكتشوا في خمر قوتيا الخلق عيال الله واحبكم الى الله انفعكم لعياله يعني شقات كاربي الدائره خو خلقا خو تمزن كي والقصيد الاسلامي ده بلند بي اما نما حنا بيقرك تقهنا دي كوري خو تقهنا دي جندي خو تقهنا دي ملتي خو از مثال كشتر بيشم مطلقه بلكي ملازانن لسر مساله ببورا شيخ لسر مساله اسلام وشا انسان دكاري خدمته ملتي خو اسخاز في بيشم بلكي مطلقه ملازانن لكن بلكي قالك خلكي عامي نزانن لجمك مسلمان ذاتك مقدس محترم ايش حضرتي بيخمبر مصر هيا نعم. مطلقا نينا بلي بيخمبر عليه الصلاة والسلام غزوة بدر ده مال بلاكر بلي مال ده بسمام وقرآن يخوا بلي ده أهلي مكة إيجو مهاجر بون بلي وقصدا ويجي نقوى يعني فرقي بكينا بين أخل كده بلقو أهلي مكة إيجو هاتبون مهاجر بون تشكي وانا نبو جدراقو شعبي والخلكي بي بيخمر قو أزيد موا ده أفش بن فيزلتي خلاص بن يعني بلي مال دا وانا اشتغالي دناف مدينة دقراقو بيخمبر عليه الصلاة والسلام مال دا أهلي خوا وأم محروم كري معلومة بيخمبر بإيشا يعني أز إنسانكي وكقوتيا ويلك من يعدل إذا لم أعدل وقتي بيخمبر عدالتنا كي عدالتي رابو باكر مزنيوه سعد بن عبادة يبقوا أنا من باكرية دا قو ما مقالة وصلتني من قومك اشتغاليك جملتك هاي ما تهمام تكند بما يعني عدالة نكريا خدي الإنسان ياخذ خدي الإنسان ياخذ كذا ما أقدر كتما سعد قلت هي كما بلغتك يا رسول الله قلت والله أو اشتغالي راستا وكا قوق هايتا معلومة بخمرت خوازي وي استخدامك بري بدي ملتي ويناد بحيرة هرواج من رازيكا قو ما الرأي تشيا تدبي سعد
اسخوازم مسلماني ما قال كي الفي بسكنن بله. سعد نزله حاشا نزله مكي منافقه سعد نزله مكي قاورا سعد صحابي كي قال كي بيشكت يلجم بيخمبر نزيكي بيخمبر نزيكي بيخمبر تبلي ويجي وقت بيخمبر جاي برسي قوتيه تشد بيجي قوتيه ما انا الا رجل من قومي قلت يا رسول الله خدي اجي زلامك جملتي خما بله يعني از انسانك نج امريكا هاتما بله. از نج اسرائيل هاتما از نج ماليزيا هاتما از انسانك في ملتي هاما مطلقه ازيب ايشاو يحسم تشتي جيره باش بي ازيب بي كيف خشبم تشتي جو تعديل بكي ازيب بي ايشم ما انا الا رجل من قومي ازيك جملتي خما ايدي بيخبر عليه الصلاه والسلام قلت يا حيرا واش مركومكا واورا ذكرنا قلت يا خلقوا براش خرب ببن دينار ودرهم بن اجور بمنم يعني نقطه ما سعد افزلامي بيشكتي زلامك قال كي زارنا الجنب بيخمبر قو ما انا الا رجل من قومي وبيخمبر نقو هش تقاور بوي هش تجديني خذ الكتي شما قال لك ضاف مدى مثلا كسن كوب بكردايتي ابن تويتي مجول دبون هنا كسن ديندار دقوتن افانا كافر منافق تشكي وصراص تشي بيانا امد بيجن وضع الشيء في غير موضعه بخبري ما عليه الصلاة والسلام ديني ما نهي كريج عصبيتي بلي عصبيات معنى وين تجبلتي خورا باش بي عصبيات يعني معنى وين تبملتي خورا بظالم يا مظلوم بلي. بيس يا قنج يعني وقت جوا هناك دبيجن جارنا حتى كرد مجن هاد بيجن طبعا كردا فقيره ردود افعال اش قحري خلقيه رياكسيونا بلي اكسيونا يعني هناك دبيجن دبي اسبيسي كردا نادم بقنجي خلقي ديني ما دجي فيرا بلي از فانها اشر قناتا كرديما از مزلامي كردي باش از نادم بعربي بيس از نادم بصد عربي بيس نادم بصد تركي بيس وده عيني وقت ده ازلامي تركي باش زلامك عربي باش نادم بصد كردي بيس وقت يقول اسكت موي وارده ميغو انساني جو شخوينا مبي از بيرا راست يا نراست ظالم يا مظلوم اسلام هنگاني دوراوي كاخلاق بلي مداخلات كده بأبناء غلط شوي قالك باش فقري مع الاسف ومخابن يعني قالك مسلماني ما تفسيرها فينا يعني بنتويا خورا ملتي خورا باش بي حمد في وارده لي ميزان الشيخ تأثير جهالة انسان ديندار لسر دوزا ملتك تشيه يعني يكي ديندار هاد ناف مدى قالك ديندارن جاهل جي هنا هون جوا بترجمة ناستكن بيقوماش بركو براتيكي ده هون بلكي روجانا واد بينن تأثير جهالة انسانكي كو بناف دين باندكي لسر رولاوي دي جوا كده ودناف ملتي خودت شيه خلكي عاقل من تمام في نازانن وزرنامه ده امثليها ويعني بمثال دناف جميع ملتها دهنا اذكر ما عربي بيجن عربي بيجن عدو عاقل عاقل خير من صديق جاهل يعني دجمنكي بعاقل ترج دوستكي تي جاهلي احمق بلي وقت ملك الديندار احمق بي او مطلقه تعديل خوجيكي وتعديل خلكيجيكي بري حركه سيوي الملتي خود وبري حركه سيوي والملتي خود بلي اسكار في بيجم جبرجو ملتي ماجي نبز ماني خد خويني خاصه دين بلي. حتى ايرو يعني اسلاما كردين نينا بلي. يعني ملك ترك حتى قلنا ند حجرة درابو بي ند مدرسة إسلامية درابو بي نورمال تركا بلي ها كل تراوي جيرا ريد وكي قراج كتاب كإسلامي خورا بخويني بزماني خواه زماني خوا إيه عرب جيوليا إيه ماليزي جيوليا أز كإنسان كي كرد أز نكارم إيرو ديني خوا بزماني كردي بزانبم جبرجو يعني تشخلكيل ما كريا قاچاغ وش ملاتي ما تقصيراتي كريه والله ما نني فسانديا بمليون انسان ممكن وان مثلا دخوين فعمناك نظام بتشي فعمناك هنغاني مجبور اشخلكي بسطيني رسالامي دكتوراه فرديا التقليد واثره في الفتن المذهبيه بلي. يعني وقت انسان تبايا خلكي بكي دائم اسفمناكم وكا زمان بري طبعا حرمتها ما قالكيش جميع ملاتا رهايا بالخصوص جملتي مره يعني تعشير بن يعني مثلا امريد بن خلاني ماشي يعني بلي. يعني وقت جوز فيت بجمنا الجم امريه اب مثلا معروف بو يعني دقوا عثمانكي ومحمودكي يعني وقت جو مساله كتوي وارده جهالات دورك قال كي قريش بيد ليزي طبعا اتشكي نزانم اوي مظنمي محمود كيا يعني مظنمي مسلمانه يا مظنمي مسيحيه از تشكيش ديني نزانم از جاهلم از نزانم بخوينم اوي ما اجوي وقتي ما اجوي قاري بكي قال لك نوالي بيز اس بخون احسن بلي
يعني مثلا فرماني دا بله. فقيري كردا اوجي ام بيشن بعربي ام دي اوجي ضحيب اوجي قربان قربان بون. اوجي قربان بون بسبب جهالت بون جهالت بون. جبرت دقوتن دقو هناك فاخ الكيمه المسيحيه دقو ام نوالي نوالا بونسرا دقو ام درباس بون دقو هناك جوات شتي كردا كتنا بيشي مدى تفنك خصنا سري مدى قو يلا مسلمان با يحرا قو ملب ميزان قو افزلام ما كوجي بله امي مسائره يمكن كابيت بيتشو كوي ما قو حرام مسلمان بن كاتشلو تخوازي قو مسلمان بن قو مسلمان بن يقول زي اشهد اخو بين يقول حرام اشهد اخو بين كاتل بيشي مهره يقول ناس نزانن او مير نزاني هاتي نزاني هاتي يكي مسلمان بكي ونزاني اشهد اخو بيشي بله. قول ابو ما شافالي خو ما قو حيره فيج ام كشتينا ما دام ميرك هنزاني اشهد اخو بيني افتمام طبعا جهاله يعني ابي سر جهالتي وتشاوا دجمنين كردا كرد بكار انينا بنافي دين او كردي قراشتي تفنجي خلكيت كوجي جو مسلمان او انسانك جاهله بله. لكن ايجو او شياندي او ناف فهمتك او يعرف عرض بجن يعرف من اين تؤكل الكتف او زاني جو ملش كودتي خوارن بله سيدة ودنا اخفنا خذ وبحث كر مسلمانتيا يعني اسلام كردي قصده ما بس اسلام كردي شي يعني اسلام كردي سياسي هي بيان تشنيدين الجوري خصوصيتها كلتوري بشانديه لا موضوع سياستي ما جا فهم كر يعني بله. موضوع سياستي ام جدر كتن ما جوش حقي تشم مسلماني هيك واوجي وك خلكي بشخره بسياستي بخبتي بس ما قلت از ناخذ امضاء اسلامي ختمه دين شخره استخدام دين بنافي سياسه امشي خلاص بله لكن از بحسها كلتوريتك بله برجو اسلام دين من يعني چند بيفانن بله هر ملتك وي بيفاني فلترا خورا درباستكي لغورا كلتورا فلترا كلترا خو چاندا خو درباست بله ام نهال المسيحيه ميزين ازبري وقت جوزاربهم بخط مثلا فهم نذكر ام دهاتنا قامش له ما تخون صار كنيسه نفسها تقول الكنيسه الارمنيه الكاثوليكيه الارمنيه الارثوذكسيه الارمنيه البروتستانتيه ما فهم نذكر مذهب جدا هم مذهبي جدانا بله بس ارمنينا بله بشتي قدركي تكاكي دي تتبيني دانية السريانيه الكاثوليكيه بله. السريانيه الارثوذكسيه اف ما جاب در نتخص بشتي قوم امبيرا وربون دي بيجي مركز سرياني نكاري قواعد بيفاني كاثوليكيه فهمتك الا زماني سرياني ده بله. ارمني يجيولو اي عربي يجيولو بله. كنيسه كلداني يجيولو بله جميع دياناتها جميع ملتها دين فلترة خورا درباستكي طبعا قالكي جدين ضستيني ودعيني وقتها قالك تشتاق دي الدين بله العرب ميزانيه التركا ميزانيه حما اف يشكرنا يعني دناف كردا هنا فلترا خد درباس كريا يا نا دناكريا سببه هنا دبيغو دناف كردا راه انك تشتر باس بي عفوي بحمدي بله. اما زاني كردا لافرونن بحيره اف ديني هاي بها اف ديني هاي قنج ملتي من كارجي في دي بيني الجورا خصوصيتها ام جيرا ترجمه بكن امت في التراوير درباسكن او ما تقصيراتيكر جم بقرا وحطاقوا امهرن ما او خدمات جيرنا كر بقولوا جملتي من ها جهل ما يديني خويا بكرتي الشيخ يعني جيبو كو كرد بكاربن مسلمانتي الجورا خصوصيت اخو تايبت مندي اخو فلتر اخو شي بكن بكرتي قال لك تشبي وستا بيكرن قرك مسلماني ما زعني ما يدين دار بالخصوص مالي ما اي حجره افيغو يعني اف امكانيات الجماعه هنا قرك كاربن ملات بيشتغل بزماني وي بخمرت بيجي خاطب الناس على قدر عقولهم لقورا زانبونا لقورا جيربونا يزانبونا بخمرت بيجي عليه الصلاة والسلام ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت بحرات الجلميجاتا أو تشتيق وتجي فيه أجر إنسانك يلميش بكي شهر ساعتا تاليق وخلاص كر أجيب برسم أزيرها باك ما ميركي كرد نسيبيني نسيبيني لديار بكري بس ما متلميش كر تبري خدا قبلت تشقوت وبي والله سيدا مقو من جارنا هناك جوانا بعربي جديد اخوتيني نويت اصلي فرض ظهري 4 ركعات يعني بيجي الله اكبر من فاتحه اخوان فاتحه شيا وبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فاتحه خلاص تشكي جي فعلناك ما تحيات اخوان ما ازبي السيده صوفي مريد تا اف اشتغاليه تدبيجن تشد بيجي تبكير تشتغلي دوزات تدشيا وبي السيده حرام هكا تجي فهمتك اجي فهمتك بلي
معناوين القراش تغاليات بيخمرت بيجي ليس لك من صلاتك الا ما عقلت بحراتش لما جات تشتي قلت فهمتك بحرات تفردنينا وشغل او ميجن كنت كنو تواتك ستاف عملك نابي قبل مش بطاله نا بس او معنى جوج لميجي جركا دركفي او علاقتها تبخديرة او باكرنا تبخديرة او اقعد دردي خد ديني ناب دستي خدي او مناجات طيب فانها ازم الله ما اجي اشتغالي غيري كل ترى اخذ بيجن كان تاخذ بيجن او اشتغالي واذكارهم بخديرة بيشتغلن او اشتغالي الجمنين حتى وقت الدعاء اسخوازم دعاكي بكم أزبي سيدا مبعل من دعاكي وردكي مدعلمني بلك يدريش أو بل يا بعربية يان بزمانك يديا دوزا مهيا أزوي دوزي دينا بالخدي جبت برسا بيتا تشقوت أزنزانم دوزا متشي يعني هون دبيجن جركة كرد لغوري خصوصيات خوي نتوي جواكي تشاندي مطلقا بقاربن دينجي نفسها يعني إمام حنفي رضي الله عنه هي دبريا هزار وسيصد وصال وتشتكي أو جامعي أو حق دا جميع ملتا گوش برگو دین نهاتیه کلترا خلکی بحالینی دین نهاتیه چند خلکی بحالینی زمانی و بحالینی دین هاتیه و اخلاق جواره بیشی حرمت جواره کریا سلمان فارسي ما سلمان فارسي بلال ما حبشي صهيب ما رومي ليه برسجريك شيخ هون يعني راستيا دين ليه د براتيك ده هر وهر بيجن كرد هاتنا حلاندن كرد هاتنا بناوي دين زمانه وهاتي حلاندن نه هاتنا قبول كرن يعني افجي هي أمد بيشين وأز أوروبيا رجع يشتغلين لجم مسيحية جاء بحياة جم مسيحية هي بيجني النص المقدس يعني دنا بينا ده تكستا بيروس أفل جم مسلمان جاء تشكي دي الجمو هاي بيجني ممارسات الكنيسة يعني خلال بعض هزار صلاة فاز لاما فاكشا فاكنيسة شكر أري أم جرك فرقي بكنا جدابوني بكنا بينا فحرتش هذا نصي مقدس جو قرآن كريمة يان سنة متواتر يا صحيح أجو يعني قطعي الدلالة أم زانب مطلقة بخمر أشتغالي جو تبي أو الجماعة يا غيري بيجي دبن فينا صا مقدس دا ملاز عن فينا شرح يا دبن شرحي أم بيجني هامش دبن هامش يدا أم بيجن حاشية دبن حاشية دا دبن تعليق وهامش وحاش شرح افتمام جهدي بشرية وغالبا تعبا بشرة خباتا بشرة تأثير كرن بنيتي وا بغاياتي وا بمصلحتي وا مسلمان قالك جارا نكاري بن خوش انانياتي خدرخن كرد بونا قربانا فا قماري مسلمانا اما مطلقه نصي مقدس يعني قرآن بيروز سنتا بخنبري صحيح مطلقة أو حق دا جميع ملتا كرد جوانا ليه كردا نكاريبون دريا يكجي كرد الحالة خوا أو إمكانياتي ينبون جوا كخلكي داك في ميداني دائما الهيفيا خلكي دما أو يجو أو تاجوتن أو إخلاص بوار نبو يعني نباقش بون شيخ ام فقر نسر مثلا اول و دمي سردمي يعني قال لك كاز دبيجن اف سردم بيستو يكي دا حيطه الضاويه 6 صاله بيستاجي دمك نوع اف اول دم خد بري 1400 صال يعني جبري 10000 صال جيبو سردمك هاتن جيبو جواكك هاتون دوي دمي ده دبي قد نكاري بدما ايرو ده بمشي كم زياده قال لك دين دن ام بناف ناكن كاري بونا حتى درجه كي خوب سردميره لبيشخن خول غوراوي عيار بكن رخنك المسلمانتي هي دبيجي مسلمانتي نكاريه هر خوب سردميره نو بكي او قانون وزاكون كبري 1400 صاري لسر ويجواكي دهات دانين دخوازن دما ايرو دجي دما جلوباليزم ده واف شورشا تكنيكي دجي لسر خلكي فرض بكون هون سيرفيتش دجي او اشتغالين هذا بشكلك يمره قلت اسكار بيش مراسطه شبر قلت انا قلت ما افخل كي هاي جو يعني اعتراض كان تقول مسلماني معناه تا بحر ازلاما خبات ازلاما تخصنا نابدا تنقو اسلام تدبي مسلماني او عين نقطه جو اسبيد اشتغل ممارسات الكنيسه وقعوا عم بيجن خبات ازلاما بو وك السنيرك يجمع مسلمان راه ما نكاري بوش خمجة درخن حال بوكي بيخمرت بيجي عليه الصلاة والسلام أزنما عزيز نخوز عربي بيجي مش بخاطر دريج نبي معناوي بيخمرت بيجي الدين كفن دبن درزن دقة وكشاوا جل درزي بيخمر بخمصات بيجي بيخمرت بيجي عليه الصلاة والسلام إن الأديان لتخلق كما يخلق الثوب يخلق يعني
تقتي يعني ما بس طاوي بيتشي قصداوينا هر سرقه دركي دفي مسلمان جوهرتن. رونن بجوهرن بله معلومه اسلامنا معنويته جوهري يعني امي في كتاب جوهرن مكتب كيدي نا او قران سري صديل قراد يعني دراساتها مسلمانه انه طبعا او واري انها اشتغل قلت شي خبتي ام قال لك انها مسلمان هنا ام شنو دركتنا وعملت خبتن ام مسلمان اسلاميه يعني ام بيشخن القرى سردمي القراد دراساتي ما بله. سري صديج هشتي اسلامي حمي نصوصي عامن قشتينا يعني تكاري ولو جيب خويني وتكاري ولو جيب خويني بله او بازدنا يا بيستن او يجو ناين خندن الا بريكي او موضوع مسلكي علاقه بعقيده رهيا بغيبره مسلكي علاقه بعبادتي رهيا اشوا اللي جا خبكم بله تشاور روجيا خبكم يعني اف مسلي ولو بلكي بازدنا يان قالكي قام بيجن بيستن بله مسلي جو علاقه بدنياي كتيو بيش كتيني ورابو نورودني وخباتي القران يفقر السنه تاع خبر تمام جي عامن جنالن يعني ري ذكرنا كو حق دايا انسان قو تدفي خطا هاي فردا يعني صدمة رويا فرا تكاربي ولو جهري يعني وقت اوتوبانكي تشما دي براتيكي دا افتش بيك نهار سوجي مسلمانة في منذكر نقو اف حق جويرة هيا علما قاعدة ملايمة مظنمة دانينا مثلا يكش قاعدة دبيجن لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان تغيير أحكامها بسبب أزمان قبينا جهرتنا أحكامها بسبب جهرتنا أزمانها ناي إنكار كرل حتى إمام مالك إمام مالك جك إمام مذاهبها يا ودلي جهي دلي ماذا قال كي مصنع وقت يقول هات المسألة كيت برسين أسخازم ماذا ما ليه برسين لفا نقطة كي بيجم قال كي حرمتها مش حجرارها هيا بلي واز انسانك كي مشيت حجرات خنديا بلي اما تقول يكتبي ريزي بلي علمي ريزي يعني بدايتك يعني تبيشيا وين دسبيكك مالي ما تمام علمي ريزي دمان بلي ادخوازم ليفربول سكي خلاص بين وقت كيفين تحملها مبكهنكي انا قال كي بوما ونعادتي ونافيغو مساله التلفزيون تشتغل دائما ونجي هنكي الدكتاتوريه استعملت كده اذا قريداي شيخ ادخوازم بيجم بيتشكي صاربونك دنافرا مالا وخلكي دشي بس هو بقريداي بلي ام علمي ريزي دمان او علمي ريزي مجرد دسبيكه بلي عادي ما نخوند بلي امام مالك شخور اسخوازم مالي ملي بحسينن جفا كتبي خوي زر هنكي كاربن اي ديجي بخوينن امام مالك جو برسك جيت كرن دقو أكائنة هذه ام ستكون اف مثلا قون فتويج متخوازن تشيبوا يعني وي تشيبي اگر جيره قلت با تشيبوا جواب ده اگر قلت بنا والله ام دبي بلكي تشيب بي دقو دعوها لعالم زمانها دقو جملاي وي زمانيه بهيل يعني معناه بيشي ما جي او حق دانما لكن مع الاسف ما او حق استعمال نكريه حتى ايرو ملك هيا از جيره بيجم قران ولد بيجي حديث ولد بيجي ويجمر بيجي سيداي مفلانكاس بريست صالي نوكتا قوتيا ما جمر ندر ده بسمام جمر دردا جو اسلام فيش تغاليام قبول بكي بله قيمه خو بينه جو اسكار بدفي زماني ده حركه كي بكم بله جبولوجي ساربون تشيبو از مثلا كيشتر بيش بله ربا كردما د چاند خو د ناوي د زمانه خو د بيجن فايز بله حال بو فايز لفظ كينه اسلاميه اسلام ده فايز ني نتشكي جو ناوي فايز بينينا ربا يا الجماعه بله ربا حرامه بله اكبر كبائر هي بله سبب ربا شيء كما اسلامي ربا حرام كريا جبر قلت تعدل ملكي فقيرتي بلي خلكي دولمن استغلال واستثمار مالي خد كرن ملكي فقير تفرش عندن بلي ايرو تقرني بيستو يكيدا ملت تشوري بلي مجتمع صندوق نشكرنا مع الخستني ده نافي واحد بيجن بنكا بلي بنك بلي اف بنكيها تشيبونا خصوصي جبو خدمتها ملت بلي اري هناك في دشت الصيني جبو خاطري اف مؤسسه دوام بكي برجو اشتنصتني بكذي ملايم حتى ايرو ليد ميزاني دبي افنا ربايا جبيرتكي جو ربا تحرام كرجبوت ميركي فقير بحميني تنها وقتي قد بي دانو ستاندنا بنجيرا الربايا تتعدل ميركي فقيرتكي تاني بلي وفي حصرا فقيرين مسلمان ها ميركي دولمان ملط بحرام نحرم اقول خليناكي يشيل المالاوي تقدي فقير يقول مسلمان جي يقول لناكي شيخ جبر قدام ما كنت افضل نقطه قال كي جمر مهمه جو خاطرين والله غلط فهمنا كلمه
مسلماني كرد دميني مسلماني فقير دميني او گونچی بنقي خانيه خوش بنقي افانكي ترمبلا خو نگري فابريقا خو چينكي ويل عردي ميني بله بشتي بينجي صالي اف ميركي فقير وي ميزني خت مام بيشاوي كت او التالي ميني وي ويلا الله خدي مالا تخراكي تاس تالي خلكي هشتم حال بكي مالا او هشت بزانبونا خوا نب اسلامي اسلام ندخز جو اف ميركي فقير برچقي لي مالاش غشيمتي خو او برچقان شيخ بكرتي تشيج مالاتي خواستنكو بكاربي او صاربوناوي نافبرا خو وملده هليني بكرتيج كرما خور دما مكيما قالك خالن جرنجي مانا ونسر بحث خبر مالا دفي انسانك مسلمانك حقيقي بي بله از جارناش خلكيرت بيش مثلا ويش مره بيجي كردي ما شافعينا بله دبيت فلان مسألة دا قرك حكم شريعة هالو بي بله تشكو اني بسمام دبي الشافعي ما اي بسمام السيدة كأم كتبي خفكن شافعي تشقوتيا شافعي ترسي بيقوتيا وكتبك اجمريني باجوريه بيني يا ابو جيرمي اني فابيولو قوتي از بجمه ده سيدة نبي الشافعي ما بيأز بو جيرمي ما بيأز باجوري ما بيأز مثلا خزنوي ما بيأز قادري ما نبي الشافعي ما شافعي ما كتب بيجي جملاتي خوستن قو مسلمان بي بله يعني كا خوديش قوتيا بيخنبرش قوتيا برا خوش بن في باري كلترا چاندا 1400 سالي چهاتيه قوتن برا خوش بن دردخي زور سپاس شيخ ام وگن سر یکیتیا مسلمانا بتایبتی د دولات عربا ده اف اخافتن اف گوتن اف هفوک اف جمله گلکی ته دوباره کرن یکیتیا مسلمانا و پیرجی 22 دولت خوی نتوی چه کرنه لی دماته لسر کردا یا نتوی کدین ویچتی حرام دکن و قدخه دکن و گناهبارین پرمزن بسر وان کسان ده دبارین هون سر وی مسئله چید بیجن بكرتي نما قلت اف انساني دي عرق شي شو فيني الجموانا الغايه تبرر الوسيله بلي. المهم بقى دوز اخوا ريت شقا قمار بجر ندر ده يعني واوجي زاني جو مخابن يعني جما هناك كردي ما مسلمان هشيوا ناشغلي قنج هشيوا قرتيا او بيستو دي دولتي عربي هنا بله روكي ناكذي بيراوينا يكيتيا مسلمانه بله او دولت خوين بنا وهذا درجه سلاح لفدك شيني نابي ام مسلمان مخابن شما امولتكن رجع قمركي كرد باجي انسانم اجي بشرم اجي زماني مهيا خصوصيتها مهيا چاندا مهيا دراجه بيرقي دراجه طابلوي يا دبي تخش بين سها اسلامي درخست او زانيغو چند اسلامي هنا دولاتي مدا او جي والعيني طنبوري خن بله ازين كان كما نافد مسألة هذا يعني ازي مجبور بموقع شوا هناك نهائيرو خورتي مولو كرنا يعني مجبور بحيرة مادام اسلام دجي نتويا منها من اسلام نافي يعني وغالب امولنا يعني لما بيجي نا والله ما دام دجي اسلاميه من توي نافي از انسان كي مسلمان اشخص بن الراخم يعني في هردو حالتها دجي بن فيديد بيني تش از خد بن سها اسلامي ده بهن بين توي او يفيدكر جبر از هشت مره جبر وكل الجمخوا واجر اجدينه مش در خستم از ما به فراغ هشت يعني بوشلك هشت از ما به قيم باخلاق دي سفيده بله فيدا جدي شيخ ام وگرن سر خالق دی بلکی پیچه کی جدا بجبر کو هون هاتنا اوروبا فرصتك کو هون بون میوان برنامه ما ادخازم پیچه کی ولو چند خالن جدا هفدو بکرتیجی به هون بحث بکن گلکی باشه وقت هون زانن ممکنه هون بخوجی دناف دبون 12 آذار بهری لباجار قامشلو سرهلدانك دست بکر و لگلک باجارن کردا حتی شامیجی بلابو نرخاندن آوه تقییم آوه بگشتی جوی بویره را جوی سرهلدانی را چاوه يعني از انسانكي يعني از القامش لو ما واز بخلكيره دراب مدرونم ولو قال لك جاراجي ملتي مقازنش متكيد بيت الجمانا اميني برقو از انسانكي هنا كي خبات عمال درفجي هيا بله يعني قال لك جرا از نافع حفتيه ده از نلوي ديما او جي خوازم قصرام عفو كن ديست بن خزمه وادا يعني وقت يقول از نل قامش لو ديست بن خزمه وادا لكن از درابو مدرونم واز فهمتكم واز يعني مسألة ضرب وتقسيمتكم يعني لقولاقو از فهمتكم قراك ايرو امنا سكن سر حيسرا باراندنا حيسرا تشتي قول قامش لو شيبو قال لكي تشتكي موزنبو
وفيدكي قالكي ما ظنش ملتي مرة شيء شو في دقام يعني وكا جو عرب دبيشن دبي رب ضارة نافعة مصائب قوم عند قوم فوائد قال لك جرى اسبيد حسام التلفزيون زي فكم وبيشن والله السيناريو ايطاليا يان فلان دولتي فلان جمي ايش بوسفوريد هات مجرد قلت بيش بوسفوريد هات ازانم جو كردبون يعني والله عراقيون قلت بعراقيون ازانم جو زيدي نيفيجي كردن بلي دقوت نما تقول او سفينه شكست موجع لي خست بلي دصد انسان هذا كشتن بين صد انسان هذا كشتن قلت بحسبيني دقمي كده بصدي انساني كرد هاتنا كشت بس لا قام شلو ده القراء يعني جمارات هذه دور شل انساني شلو ده انسانه يعني بلكي هاد بيكش يعني بلكي دور بين صد انساني شصد انساني هاد برين دار كرد يعني بلكي دور بين 1000 انسان ده اولوي ده سبيكاوي هذا كرد لكن هدي ايجو شقامك خوار ايجو بحينك خوار ايجو كتا دولابك ايجو كهرباك جبو ايد هركز كي يعني نصيبي خوار دركتن دور بلكي ها دور دصد انساني كيمي دصد انساني يعني ايجو وناستكن بالمقابل هنا كان خلق دبيجن بامنزان الكودينا يعني هنا كيولو ونضاجي هنا على كل حال تباج مارت ماما بجميري كشتيا وبريندارا وايد زندانات بحس بيني اف وجهك عليك الآلية دي ميزينا اف ملتها بيكيتيا خوحسا بله ام الذيها بيحسا جو خلق مستعده كاربي ويناش كوكي راكي بله عاده باز وقت جو جرد بيني دكياف بله بلكي او جريها وري حيوانك بله قلكي لكن تبي سبب افضيها بقيها يعني ايرو تشتيقوا اسد بينم قال لك خلافات ويعني تشتي يعني جداد ناف من الذهبون حتى جارنا ام بيشن حتى ايرو ناب اللي متى يعني از بيجموا يعني ديس از عزري خد خوازم از به محمود كي وعتمان كي هيا يعني جو ازنا محمود كي هيا جو افي ندنم بله كريم هيا عتمان كي بافي بدنا كر ندنم بله او دنا ما ذهبوا لي بيشتي مثلا قول قامش لو تشيبو دوازي ازاري ملت شياربو بتهلوكي حساب ايرون ها السربيشم از انسانك مسلمان از انسانك بسياستي خبر نادم بس از ملكي كردي شعيره درونم بله مازي تقاسي كومونيستا يعني تقاسي دوري منا جبرقو ازانم ازوي هردو مستهدفا ازوي هردو قالك خدمتك ايش في ملتي هاربكن او اعترافي بمتكي دبي حقيقيه مسلمان بي واجي اعترافاتكم ازوي حقي الدين مي حقي ديتا قلت انسانك كومونيست بي ورجع قيامتي ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم لكن دفي مساله هذا از مجبور ندسم يعني رجع قيامتي حرك نصيبي خذ حركه ضريبه خذ دي فيرجيا اختيار اخو دي مش بقول بخبر خذش بخبرات بيجي فذكر انما انت مذكر وظيفتك تشخل كيرا بيجي لست عليهم بمسيطر انت بزوريك سنانك لن تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر السيدة بويرن كل قامش لو تشيبون بكرتي انجام تشبون شما بوير تشيبو نارينا ودا النتيجه ظلمه كل صار جميع يعني تشتيقوا هنا خلق مؤرخ وختيقوا بحثات شتات كان دبيشن اسباب مباشره هنا واسباب غير مباشره الاسباب القريبه والاسباب البعيده الاسباب القريبه ازبين اشتغل يعني تشتي نيزيك ازبين اشتغل على تمام زاني مساله تشيبو دوي استاد دوي ملعب اذا ازنا بحثاوينا اما اسباب البعيده هيا خلالها فيتشل صالده ام بعربي يعني ام بيشن احتقان يعني دل تجيبونك ملتي ما تجيبوا عرب دبيشن القشه التي قصمت ظهر البعير يعني النقطه جو هشت جو برميل بسرفهاري قلتين بسرفهاري يعني اب انسانيها زيدي صد هزاري وايرو نفوساوينينا زيدي 10 كيلومتر نزان مسار دريجا سنيري سوري وتركي عردي ويش يستانديا هر صبح جمالا خدرت كفيت ميزني وايد جحت كاريك هيا عردي باوي وبافينا تاجري حتى ايرو مثلا معامله او يعني وكان وطن داش ترك دبيجن ام سوري دبيجن مواطن معامله مواطنه بيرناكي حتى ايرو ازها مثال كيش بيجم از انسانكي از فكريما از انسانك خباتت كم يعني درفي خلقا دتويا خدجي يعني از كسوريجي از خدمتكم كمسلمانجي از خدمتكم حتى ايرو مثلا امنا سوري متقيمتك دبي كردي
من اصل تركي، يعني او عقده هي دبيني Complex كلها واحد. از سوري ما واز خزمتي سفينه سوري رتكم وسفينه سوري جو غرق بي از اهلي خو غرق دبن بلي. وجو خلاص بي از اهلي خو خلاص دبن هي تقييمه من تكرن كردي من اصل تركي حلبكي امد مدرسه تخوينن امد بحدود سوريا حتى بجبال طوروسا بلي يعني قرك وقتي انصافها بي قرك بيجي كردي احتلت تركيا اراضيه في عام كذا يعني كردك وتركيا عرضي وي داغر كر عرضي اما او اعتبارك وكلك كي هيج مرد بيني وتشتا قيمه جو تشبي صبا وظيفك تشبي دائرك تشبي خدمتك تشبي او نقطها هي دهليجو او فريني بخي اسباش كرم افتمام دهليجو ملتي كرد بعفوي ولو هركس كي جمالا خذ دركات بلي. وبو سبب يعني ام بيجن تعبير جفي الام وشكل يخو كريا بلي سيدا 12 دقيقه ما معناها هنا دي سي بيرسي ما معناها اسخازم بين نقطة تمامكم بو خاطري وقولوا اضاءة شيء بلي. نقو ازبيتاني بيجم بلي. حتى سروكي ماي سوري يعني بشار الاسد او يعني ام اعتبرت انسانك جينجا بلي. وبلكي فكري ونزيكي ما خورطابي يعني والدرفه خونديه عيني ويجي وقتها جوش مثلا قامش اشتغلي طيب هناك جماعتي ما استخبارات وانا تقول دستي غريب دستي درفة بلي. مثلا قود نا قو اف مثلا عفويبو ملت بحالي خو بيرابو واز اعتقادكم او يقول لاول مره يعني ام حسكن طبعا مجال سجلان افقن جهه مجال سجلان بلي. قو از اعتقادكم هناك جملتي مي سوري خاصه دوي منطقه دا بري تشل بنجي صالي الظلم اللي هاتا كرن وقالك افضل ماوي السرابي وقوت جو يعني قوميه كردي جزء جفي جاوي جفي تفقنا سوريا بلي. طبعا وقت يقول نهائي اف سروكي ما ولد بيجي عرفت قال لك قنجه بس عيني زمان ده ام بيت حسن كما افتشل سالي وقت يقول انا قلت دمك بو سبب جو هناك فتنه شيبو بروبلم شيبو اف برسا يعني هاني اف تشتاوا بحث كر بالا مكشان سر برسا كي شيخ جوهرتنين كل سوري دبن حتى كيجان درجه جوهرتنين تيريت كني يعني كافي نيانا يعني حياه كيجان درجه تني دوار تيوري نظري ددميني طبعا از انسانك واقعي ما بلي. يعني رياليست. رياليست بشيا بلي. از اعتقادكم اسلامي تبلغوا يعني يوكد بي رساله خديبو دبيستو سي صلاده حتى كاريبو يعني جوهرتنا كيتشيكي بلي. دناف عرب عدا وبلكي او جوهرتن تمام نبوجي بلي. يعني هيدي دي مسألة خمرة دي مسألة قالك تشتادا هيدي شو از اعتقادناكم جو يعني بشار اسد داركي سحري بير هيا جو الفيدي خيوك عصا موسى وبي مار لكن عين زمان ده قيمته تشتاهي بلي. يعني مثلا سروكي سوري بشار الاسد ام قال لك يعني ام هناك اماله بيفا جريدن بلي. وام حتى مثلا كانسانك ديندار بلي. اسبيرما بلي. كانسانك كرد از دستيفي دقرم بلي. شبرقو از اعتقادكم او انسانك نول السرفي دزقاهي سرفي ريجيمي هون تخمين دكن بلي. مولت اخذ بيجي هر انسانك اخذ بيجي انسانك تختورها بلي. ج تختوريه هاتيا مطلقه وقال لك تعبيبها بن فيدز جاي حتى جو بوغاري تغييرات جوهرتن شيبون بلي. يعني ما افنا جوهرتنا وقت يقول بيجي القوميه الكرديه بلي. جزء من السجن اف جوهرتنا وقال لك جوهرتن شيبون لكن مع الاسف حتانها ملتي كرد بيجي بسمع يعني اف جوهرتن راسه تشكي باشا اسخوازم يعني الجورا واقع يعني الجورا عردي جوهرتن شيبي يعني وقت يقول تبيجي فلان كاسو الظلم اللي بو قالك باشا دفي او ظلم رابي او ظلم ناكل في الا امزاك بلي. يعني دفي بيكرن بلي. تشكي جرام جيرنيا يعني قضاة دبيجن قاضي محكمة دبيجن دبي لأن تخطئ في تبرئة شخص خير من أن تخطئ في اتهام 100 يعني مثلا نقرانا أم 600,000 إنسان هنا كرد نفوسا وجوهات يستاندن قلت شاشبي 600,000 بشاشيتي نفوسا وبدوا تشترك قلت حرمانة نفوسا يكي بكي بلي شيخ حش دقيقة معناها هاي وجهها بي أفهش دقيقة ونكرن ولواد ريش كن زحمته جبركو دما برنامج أفا سي چار برسه ما هي نامانه هون بقارب الحرف برسه كي بكرتي برچاوره بن قال لك باش بي فقر مجالك دي نيزيقبونا دنارينا ودا وك شيخك ودكتوري اسلامي نيزيقبونا مسلمانتي ج اولين دن يد ناف كردادا بتايبتي اولا ايزيديا ده يعني قالك چوتي چيبون نيزيقبون غلط چود ناف ملت مدى چيبون دما خدا برامبري اولين دن اف مساله تكلي جرك شعبي بتشي شعبي اولين دن بتايبتي ان براين مي ايزيدي
ومسيحي تماشا كان يعني طبعا اجي دويري تخبتهم يعني بلي. وكوميتا كمال سوري هيا عم بجني لجنه العمل الاسلامي المسيحي المشترك كوميسيونا كاري اسلامي ومسيحي بهفرا خباتك كن از اعتقادكم هر دينك خصوصياتي وحنا يعني از نممكن جو از قيمه خب تسليسي بينهم يعني او سيغوتشيا قول جم مسيحيه هيا يعني عين زمان دا ميركي مسيحي نمعقوله جو ايماني بمحمدين بيني كبيخنبر هركس كي خصوصيات يعني ازلكاوينا قالك امشي هلا بس دا عين زمان دا في از ديني خو ميزينم الديني بيش بروبلمك ومشكلك بديني باش رهايا بله يعني مس ديني جهوا بله قبولنا ديني مسيحيه ناكي بله برغو قبولنا ديني مسيحي بكي شيخ خراتكي بله او بيشتي بي هات او بيشتي هاتيا بله ديني مسيحي جنكاري اسلامي قبول بكي مع الاسف يعني از مسلمانم ديني ما قرك ديني خلكي قبول بكي بله ومت قرآن خدا قوتيا شار جارا قرآن درباس بمصدقا لما بين يدي بله وقال لك جرات اكيد جيتكي باعتبار ناب عرب هذا اف دياناتها بون مصدقا لما بين يدي من التوراة والانجيل يعني از هاتما جو از افاك بيخمر بيجي عليه الصلاه والسلام از هاتما ديوارك افايا هيك البيتش كينين از او كالبيتشم يعني ما قيمه دا ديواري خلكي بله جبرولوجي مسلمان قرك ويقول هداني بدنا خلكي حقي خلكي هيا عقيده اخوا ديني اخوا اول اخوا تشلوش خور اختيار كن حقيويه الاخرتي هركس كي ضريبه وفيرجيا اخوا بدي خاصه ايغودنا مدهنا اگر مسيحي بن اگر جهوبن اگر ايزيدي بن وايزيدي ونزعلني يعني بارتشكي كردي مهمه يعني قالك جا مثلا منطقا هيا وقت بيجي شنقال وقت بيجي مثلا شيخان فلان مناطقنا الولاطيه مثلا كردستان التركيشي مناطقنا هنا اف انسانيها عيني منا دبيقو اشي زمانك يعني برك خلق الخنا خوش نويني ام كنت ما مشي يعني ام مسلمان بنا دبيقو اشي انسانك يعني ازيدي بم زمانك يعني از مسيحي بم واز افتخارتكم جوزيرو مسلمان بم اش حقي ازيدي هاي جو افتخار قاعد تزاقبك بديني اخوا قالك اموي حقي بدني دا وتظننا مدى قالك جارا ما كردا وقت يقوم مديتيا مالي ما خوشك مرة نامشن قالك جارا ام الوافتلي نجي يعني ما حي الواكريا يعني اب مسألة كريفانية دنا بينا مسلمان ويزيدي هذا اظنكم يك جوي مسألة يعني بيش تقول ميركي مسلمان يعني عقلي ويندك شان تقول از هالجم خلكي برا جمرة يزيدي ببهورين او تبيجن ميرك بس برد فرد جمرة درباسكن ام تبيجن بو خاطري عرب وخلق جمرة ام جرد بيجن شيطان دعرفها ما مسلمان هذا خديه شيطان صدوا هالشيء درجي دوري هابن نوليا تهفلو يجي عقيده مجمره درس دريق واز بما كريفي وي يعني ام بيجن كريفي خويني يعني از بيرا راب مدعيني عيني كوز كده از خباتي بكم شيخ ام بكرتي دي سر مساله جنيد اسلامي ده هون تشد بيجن يعني قالك فيو اريد قالك رخنا الاسلام تيد بي كو اسلام حياجته جن خستي قرزيكه كده وكجمال دركه بي بري حمتشتي دريمرو الاسلام ميزني كا تشكر يعني تبري اسلام ميزني كا بيرك شبو بله تشتي كو اسلامي كر عجايب كر خدمتك قالكي ما ظنش بيرك يركريا راس او قهرتن شبو لما ايرو مشكله ما تشايا ام دائما البشت ميزين ام ابيش ناميزين بله بيرك بري اسلامي هاتك وشتم ساغيتي بله اسلامي تشتكر اما مطلقه تشتي جوكر متاثره بزماني اخوا بله بمكاني اخوا يا عيبي هري عيب وام اسلامي به دوي تشتي جوكر اسلامي الريج مره فكر وحق دايما بشتي 1400 سالي از خدمتي بكم ام حتانها كمسلمان ام نكارن ديني اخوا ما قلت ام بيش بخن از هيد ميزين من البيركي عيني ميزان دنا جو ابو بكر يا عمر يا نهار غير مسلمان اجي يا ابو لهب وابو جهل البيركي ميزان مثلا نخمان حال بوكي دسه صالي ده هاتي هرتن از كارمنها بيست نافا سه نافا از بيجم بيشتي سه صالي سيداي زلام ابون بيرك جن سيداي زلام ابون قال لك جفاء مذاهبي ما الجم جنا خوندنا وقت يقوا كمسلمان زندكن بيرك قركه تشارش فكري بي تقول خاني دبي وقت بيجي دجار اجمال دركبي جارك هري مارا زلام يا جارك هري تربا خو اگر ولو بنا تشاوا كاريبون بجن ببنا سيدا بيخمرت بيجي خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء دبني في الدين خوش عايشه بسطينن عايشه تشاوا كاري سيدات يا امتك بكي وقت يقوا من الشار ديوار هذا
مطلقة قرك أم بيجن بيرك زمانك يوي هبود كلترك هبو چاندك هبو مطلقة فيديو چاندي دا خباتي بكي بري 1400 سالي بيشتي 1400 سالي وقتي قو اف چاند بيگو هرتن يعني مثلا وقتي قو ازد بيجم شهدبونا دبي ركا بزلامكية كمسلمان حقي ما هيا جبرقو وقتي قو ما اف قانون داني 1400 سالي بيرك نخوان ديبو بيرك ند ساحي دبو ند ميداني دبو هاي وجبات اشتنبوا جبر له قرآن تعليل كده قلت أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى يعني جوا بيننا بيرهف أجر إيرو بيرك بو بروفيسور بيرك زانا بوش زلام بهتر هي مالين بيجي جرك قد بيرك بزلامك يبن نابي أمي بيجن أم قصرام مش مرد عفوا كنش مرد أمي أم بفلانكاسو هي بنزام تشيكي زاروكي ميستكي بله بري مزني ما قلتنا بختي بحث عائشه وزانبونا وكرنا عائشه قاعده ثوريبو عائشه شوروش تاجوت مزني ما تبيجن ولو ان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال اجر بيرك وك عائشه بانا مني بيرك سرزلام هذا شيخ دقوني فيك ما معايا اتخوازم بكرتي داويا برنامج ده هاتنا وي اوروبا بكرتيش كرم اخر دقيقه كده از هات ما اوروبا كونغرا كيما هبو دور الاديان في صناعه كي او كونغرا تشيكربو ونجهلا كيف هاتوا بخوندن دولتها النرويجي شيكربو وزارتها الخارجيه النرويجي شيكربو واز هاتم سفير واجي ترك دي بيوك الشي سفير واجي بمرهات حتاوي دي بمرمان ما خدمتك إذا ظننا زحف باش كونفرنسر تشبو كونفرنسر وكمشتركوت كأول شكاري خدمتك يبكي جبو عشتي يعني وخاصة ما جوارا قوت كإنسان كي كرد أشتوا إسلامي فهمتكم وتقولا نرينا ميركي مسلماني كرد أم شكارن عشتي جفي حياتي ربكن يعني الشيخ دكتور محمد معشوق الخزنوي ببور أجبركو دم قلك كيم بو براسي قلك مجار هنا أما تخص أم الوجه هدار بكن داويا برنامج ده أم قلك سپاسیات کن که هون بجداری و برنامه بون تماشاوان هجال و داره ام گهان داویا برنامه خو حیا دو هفته دن ببینند خیر و خوشی ده ایوار باش. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا حديثنا مستمر حول المفطرات، مفطرات الصيام، وأظن أننا اليوم بعد أن مهدنا البارحة وبينا حقيقة ما نقصده بلفظ المفطرات لا يخطر ببال أحد أننا نتحدث عن مفطرات الصيام في شهر رمضان، إنما نتحدث عن المفطرات بمعنى المذهبات للثواب، المعنى الذي قصده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم قال: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضه صيام الدهر كله. طبعا أنتم جميعا تعلمون أن الذي أفطر يوما من رمضان يستطيع أن يصوم يوما آخر متى ما تاب الإنسان وعاد إلى الله
نقول له صم عن كل يوم فاتك يوما. هذا يعني أنه ثمة فرقا بين المفطر بمعنى المفسد للصوم وبين المفطر بمعنى المذهب للثواب. المفطر بمعنى المفسد للصوم هو أمر صغير، هو أمر بسيط، وإذا أردت أن تجبره بإمكانك أن تجبر هذا اليوم الذي أفسدته بصيام يوم. إنما الشيء الخطر والذي أذهب بحقيقة الدين من بين تصرفاتنا هو المفطرات بمعنى المذهبات للثواب. وبدأنا نحن بالمفطرات اللسانية أي المذهبات للثواب عن طريق اللسان، وابتدأنا أولا بالحديث عما لا يعنيك، فإذا تجاوزت هذه المرحلة ستدخل في الحديث الفضولي، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستخوض في الباطل، وإذا تجاوزت هذه المرحلة ستصطدم بآخرين وتضطر أن تجادلهم وأن تماريهم بغير علم ولا معرفة. فإذا حصل الجدل ووصلت إلى هذه المرحلة من إطلاق عنان اللسان ستدخل في المرض الخامس أو المفطر الخامس، وهو الخصومة. موضوع درسنا اليوم الخصومة، أحد آفات اللسان التي ذمها الله سبحانه وتعالى ورسوله ونهيا المسلمين عن الدخول في مثل هذا الباب. والخصومة تعني مزيدا من القول ومزيدا من الحركة اللسانية واللجاج من أجل تحقيق مطلب. أنا أحاججك وأجادلك وأشغل لساني بك وأحاول أن ألقي عليك المزيد من الكلمات التي أعتبرها بالنسبة إلي قذائف أرميها على الهدف، والقصد هو جلب مال أو جلب نفع بالمعنى العام، سواء كان هذا النفع ماديا أو كان هذا النفع معنويا. وهذا الخصام بشكله العام، وقبل أن نفصله نستطيع أن نقول إنه عمل مذموم بغض النظر عن البيان والتفصيل. مجرد الخصام ومجرد تبادل الحديث على سبيل الخصومة هو عمل مذموم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، العدو الذي يخاصم، الرجل الذي زاد في الخصومة، لأن الخصم صيغة مبالغة ومن باب فعل، وربما الكثير منكم يعلمون صيغ المبالغة فعال إلى آخره، ومن جملته فعل كملك. الخصم أي الكثير الخصومة. لم يقل المخاصم، لأن المخاصم قد يكون مدافعا عن الحق، لذلك قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين الحديثين نستطيع أن نفهم ما المذموم من الخصومة أو ما المذموم من المخاصمة وما الذي لا يذم. الذي يذم أولا الكثير، الخصومة الكثيرة أي المتجاوزة حدود الاعتدال إلى درجة أن الرجل يفهم بالخصومة. وأنتم تعلمون في الحي، في البيت، حتى في البيت من بين أفراد العائلة 5 6 10
تجد أن أحد الأطفال أحد الأولاد خصم، أي أنه كثير الخصومة لإخوانه. من بين أبناء الحي تجد رجلا معروفا بأنه كثير الخصومة لأبناء الحي على أي مسألة، ربما أطفال يتصايحان أو يتقاتلان أو يتراميان بنوع صغير من الحجر، تجد أن هذا الرجل قد قامت قيامته. وهكذا ربما في البلدة، وربما في المجتمع الكبير وفي الأمة، وربما سنجد على مستوى أعلى في القيادات. وقد يشتهر رجل من رجال التاريخ المعاصرين أو الذين مضوا يشتهرون بأنهم خصمون، أي شديد الخصومة، يا ويل اللي يعلق معهم كما يقولون. هذا الباب المذموم. الباب الآخر الذي يذم يدل عليه الحديث الثاني: من جادل في خصومة بغير علم. الباب الثاني: إذا كان في البيت طفل خصم، وفي الحي رجل خصم، وفي البلدة عائلة خصمة، في السوق تاجر خصم، فالنوعية الثانية أكثر، المخاصمون بغير علم، الذي يخاصمك ويبادلك الكلام ويحاججك ويرمي بك كثيرا من الألفاظ الثقيلة أو الخفيفة وهو لا يعلم لما، بغير علم أصلا. وأنتم تعلمون كثير من الجهلة وكثير من العوام في كثير من حالاتهم يخاصمون، وأشد الخصومة حين تتعلق بالقضية بالدين. نحن نجد أن في مدينة من المدن الإسلامية أو في قرية من قراهم أو في بلدة في بلد من بلاد المسلمين تجد هناك طوائف، طائفة وطائفة، يتصايحان، يتخاصمان، يتجادلان، وغالبا ما تكون حول قضية تافهة لا تتعلق بمصلحة المسلمين ولا بقضية تشريعية عامة ولا بخط عريض من خطوط الدين، إنما القضية تتعلق في غالب الأحوال بالمصالح التي يتنافس عليها زعماء هاتين الطائفتين أو الجماعتين. أما العوام فهم لا يعلمون شيئا عن هذه القضية، كل الذي يعلم أن الطرف الآخر هدم الدين وعليه أن يخاصم، والطرف الآخر أيضا بالمقابل. هذا يدخل أيضا من باب من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع منه. من هذين النوعين من الخصومات فهمت أن المظلوم الذي يخاصم الظالم من أجل تحقيق حقه ومن أجل الدفاع عن قضيته العادلة، هذا لا يسمى خصما ولا يسمى مخاصما بغير علم، هو لا يتجاوز الحدود حتى يسمى خصم، وهو يعلم لما يخاصم، إذا لا يمكننا أن نذمه. نعم سنقول له إن الإسلام وإن الله ورسوله وإن أباحا للمسلم أن يدافع عن حقه وأن يطالب بماله أو جاهه أو أي شيء يتعلق به، وإن أعطاه الإسلام حق الدفاع عن نفسه والرد على الأعداء بالمثل، ومن اعتدى عليكم فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. مع كل هذا الأولى للمظلوم أيضا ترك المخاصمة. إذا نحن حين نتحدث عن إنسان خصم فنقول إنه يرتكب كبيرة، إنه يفطر، إنه يذهب ثوابا. وحين نتحدث عن أناس جهل يخاصمون بغير علم نقول إنهم يفطرون، إنهم يدخلون في كبيرة، يذهبون ثوابهم، يحبطون عملهم. أما حين نتحدث عن المظلوم الذي يخاصم فنقول إنه يفعل ما أباحه له الشرع، غير أننا نرغبه في الطرف الآخر ونقول له وأن تعفوا وتصفحوا لهو خير للشاكرين. ونقول له أيضا أنت أيها المسلم إذا أخذت حقك فربما
تجاوزت حقوقك في الطلب. أنا أطالبك ب10 ليرات صحيح، وحين أخاصمك وحين أطالبك وحين أحاججك فسأحقق هدفي وسآخذ منك 10 ليرات، لكن اللسان لا تستطيع أن تضبطه، ونخشى أثناء مطالبتك أن تتجاوز الحدود في مطالبتك، وأن تهين صاحبك، وأن تعتدي عليه بلسانك فتنقلب إلى ظالم بعد أن كنت مظلوما. لذلك سنقول لك حاول أن تضبط أعصابك، حاول أن لا تسمع للآخرين الذين إذا سمعوا أنك سامحت فلانا ب10 ليراتك يقولون عنك إنك امرؤ جبان. حاول أن لا تسمع منهم، بل حاول أن تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. إذا أردت أن تكون رجلا شهما قويا شجاعا شديدا بين جماعتك وأهل قريتك لا تظن أن المقاييس هي السرعة، هي قدرتك على مصارعة الآخرين ومقاومتهم ومباطحتهم وأخذ الحقوق منهم والاعتداء عليهم بمثل ما اعتدى عليك. لا، النار لا يطفأ بالنار. إذا أردت أن تكون رجلا في عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في عرف مجتمعك المريض، فاعلم أن الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وإذا أرادت نفسك أن لا تكتفي بهذا المقدار حاول أن تضرب على سندان قلبك بمطرقة قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا أردت أن تكون من عباد الرحمن الذين يباهي الله بهم ملائكته فاستمع إلى الله من هم الذين إذا خاطبهم الجاهلون لا يتجاهلون لهم، لأنك لو خاطبت الجاهل لنزلت أنت إلى مستواه. ولما سماه جاهلا؟ لأن كل إنسان يخاطبك بالسب والشتم واللعن وغير ذلك من الألفاظ البذيئة هو جاهل، ولولا أنه جاهل لما ارتكب. لا تقل إنه ليس جاهلا، إنه عاقل، إنه عالم، إنه واعي. لا، حتى لو كان عالما وواعيا وعاقلا ومثقفا ما دام يخاطبك بألفاظ قذرة فهو جاهل في عرف الله وبحكم الله عز وجل. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله أيضا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذه قضية لا تتحمل النقاش، بديهية. لو قلت في أي مجتمع لا يستوي الخير والشر، لا يستوي الضر والنفع، لا تستوي الحسنة ولا السيئة، لما وجدت اعتراضا من قبل أحد. نعم، لا يستويان، لكن الله سبحانه وتعالى يسوق البديهية لينقلك إلى النتيجة، لا يسوق البديهية لأجلها. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، فإذا قلت نعم حينئذ سأطالبك أن لا تفعل السيئة كما فعل الآخر. الآخر فعل سيئة، وإذا أردت أن تفعل حسنة ربما قال لك الناس: أخي لما لم تفعل السيئة؟ أنت تفعل السيئة تظن أنها ستظهر وستبدو وستسجل لك. لا، الحسنات ضائعة. نقول بالأمثلة الشعبية وهو اللفظ قذر لا أريد أن أذكره في المسجد: من فعل بالآخر كذا بقي له. فلما تقابل سيئته بحسنة؟ أتظن أن حسنتك ستبقى لك؟ لا، كل شيء مستو في عرف المجتمع. إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، صحيح هذا في عرف الغابات، أما في عرف المجتمعات، في عرف الرجال، في عرف الناس الذين يحتكمون إلى شريعة الله، إذا كان الناس ذئابا فكن أنت ضأنا ساكنا لينا
ستغلبهم بليونتك وسماحتك وحلمك، بل ستجعلهم يموتون في غيظهم يوم يتحرشون بك ولا يجدون منك حراكا. لذلك كثير من اللئام تجدونهم حين يقابلون رجلا ويسبونه ويشتمونه ويفعلون ولا يجدون الرد، يعني يريد أن يطق، ربما ضرب رأسه بالجدار، لأنه ما استطاع أن يصل إلى بغيته، ما استطاع أن ينزلك إلى مستواه. وأنا أعلم أن كثيرا من الرجال فعلوا هذا. ومن قريب ذكر لي أن أحد الزعماء في منطقتنا وهو قد مات رحمه الله أرسلوا إليه رجلا، لا نذكره، لا الرجل الذي ذهب ولا الرجل الذي حرشوه عليه، أرسلوا إليه رجلا في مقهى قربيس، والقصد من هذا الرجل خصم، الرجل الذي أرسلوه خصم، وهو معروف باسم الخصومة في منطقتنا، معروف اسمه، وربما اسمه مشتق من الخصومة والكثير يعلمونه. أرسلوه إلى هذا الرجل الكبير في قومه وعائلته، وقالوا له إن استطعت أن تغضبه وأن تهينه وربما أن تشتمه لك عندنا كذا وكذا، وهذا يبحث من الله عن قيمة باكتته. فذهب إليه وقال له وهو بين جماعته الذين يستحي منهم، قال له أنا أقرضتك منذ 3 أيام 300 ليرة. طبعا والناس جميعا يعلمون أن هذا الرجل لا يقرض، والذي يقال أنه اقترض هو ليس بالمستوى الذي يقترض هذا المبلغ، لكن يريد منه أن يقول لا كذبت، ليقول وأنت أكذب، وتقوم القيامة حينئذ. قال له أنا أقرضتك منذ مدة 300 أو 1000 ليرة سورية ويكفي، منذ كذا أنا صبرت عليك. تأمل في القضية، لا رأى أن الموضوع ملغوما، قال نعم لا تؤاخذني أنا نسيت، يا فلان ادفع عني لهذا الرجل 1000 ليرة، لقد اقترضت منه منذ 3 أيام 4 أيام 1000 ليرة وهو ربما الآن بحاجة. فدفع له 1000 ليرة وقبله الرجل من وجنتيه وذهب. فقالوا له الآخرون الذين دفعوه ويلك، أرسلناك لتسبه وتشتمه، بل ربما لتهينه في المقهى أمام الآخرين الذين ينافسونه، ربما كان الوقت صعبا وأيام انتخابات وغير ذلك. فقال لهم ويلكم أمثل هذا يشتم؟ الذي يشتري عرضه بمال الدنيا لا يشتم. وهكذا يجب أن تعلم، لا تستوي الحسنة ولا السيئة. إذا فعلت بك سيئة لا تظن أن الحسنة ضائعة، حتى لو لم يكن هذا الرجل أهلا، المعروف لا يضيع. لذلك يقول الله لك ادفع بالتي هي أحسن، بغض النظر عن الطرف الآخر، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة، هذا الرجل الذي جاء يشتم بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن القضية لا تتهيأ لكل الناس، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نحن نقول البخيل، وما يلقاها إلا البخيل، الرجل الذي أعطاه الله حظا في أخلاقه، حظا في صبره، حظا في مكانته، أراد له الخير، أراد له المكانة السامية في مجتمعه، هذا يستطيع أن يهضم، هذا يستطيع أن يريق الماء على النار. إذا وجد في مجتمعه، في عائلته، في بيته، في حيه نارا، لا يقابل النار بالنار، إنما يصبر ليذهب ويأتي ذنوبا أو سجلا أو دلوا من الماء ليهرقه على هذا النار. إذن المهلكة الخامسة، والتي الكثير منا يفطرون عليها، ونقصد بالإفطار أنهم يذهبون ثوابهم، سواء كانوا صائمين أو في غير شهر الصيام، يذهبون ثوابهم بها، هذه الخصومة التي
أكلت قلوبنا. ولذلك مجد الله الذين يستطيعون أن يقفوا مثل هذه المواقف يوم قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. هؤلاء في غير حادثة أو في غير قضية نتحدث عنهم، إنما الذي يهمنا والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولهذه الآية قضية مع سيدنا زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، الذي هو أحد أبناء آل البيت الذين قال الله فيهم ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهرهم من هذه المفطرات، من هذه المذهبات للثواب. ولذلك ما كانوا يستطيعوا أن يخاصموا، طبيعتهم ما كانت تتحمل الخصومة. هذا الرجل كان واقفا بين ضيوفه وكانت له جارية جلبت طعاما يغلي، وكان هذا الطعام سائلا، ربما كان سمنا فيه لحم أو مرقة أو ثريد أو غير ذلك. والروايات كثيرة في الخسائر التي حصلت من إراقة هذه الجارية للطبخة، لكن على كل حال لنكتفي بأقل الخسائر. أقل الخسائر أن طعام الضيوف أريق، وأن أرضية البيت اتسخت، وأن أهل البيت ارتبكوا، وأن ذين العابدين اتسخت ثيابه. لا نقول كما تقول بعض الروايات كان عنده طفل فاحترق الطفل ومات وغير ذلك. نكتفي بهذا القدر من الخسائر. حينئذ نظر زين العابدين إلى الجارية نظرة تحذير ونظرة ملامة، لكنها ظنت نظرا لفعلتها القذرة وفعلتها القبيحة، ظنت أن زين العابدين ربما يكون رجلا كالرجال العاديين وسيغضب، فبادرته بقولها والكاظمين الغيظ. ذكرته بالآية والكاظمين الغيظ. قال كظمت غيظي، أنا لا أخرج شيئا أبدا، كظمت غيظي. وهل ستبقى حافظا علي؟ والعافين عن الناس. قال عفوت عنك، لا يكفي، نريد إحسانا والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. هؤلاء هم آل البيت الذين بهم دائما نرفع رؤوسنا، الذين ترجموا مبادئ النبي صلى الله عليه وسلم إلى حقائق وإلى سلوك. فهل انقرضوا؟ أين آل البيت الذين يجسدون هذه المعاني؟ على العكس اشتهر بين الناس أن السيد زعول اللي من آل البيت شديد الغضب، بينما آل البيت كانوا قد تربوا في أحضان الرسالة وتعلموا من قيم الرسالة ومبادئها، بحيث إذا سفه الناس عليهم استقبلوا هذه السفاهة بلين الجانب وقالوا بكل بساطة كظمنا غيظنا وعفونا عنك وأعتقناك لوجه الله. أما اليوم فقد ابتعدنا عن هذه المبادئ وابتعدنا عن هذه القيم، ولم يبق لدينا إلا العلاقة النسبية التي نظل نفتخر بها على الناس. ولذلك هذا الافتخار وهذه المكانة التي أعطيناها كرامة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرامة لعين تكرم ألف عين، لأجل هذا نرى لنا فضلا على الناس. ولذلك بأدنى غلطة يتنرفز هذا الرجل ويغضب ويقوم الدنيا ويقعد، وربما نبه جده لينتقم من هذا الرجل من أجل أمر تافه. وفي بعض الحالات إذا لم ينتقم الجد ربما أخذ عود كبريت ليحرق دار الرجل حتى يساعد جده.
وهذه القصة معروفة في مجتمعنا. لما رأى طبعا الله سبحانه وتعالى لا يستجيب له حين يدعو دعاء قاسيا، هذا الرجل ربما أخطأ في حقه، شتمه سبه، يريد من الله أن يحرق هذا الدار بمن فيه، فالله ما استجاب له. فيوم انتظر ساعة ساعتان ثلاثة والله ما استجاب، أخذ عود كبريت وأوقد النيران بعواميد البيت، فجاءه الجار وقال له ما ستفعل؟ قال في بعض الأحيان يساعد الرجل جده جيد. نسي كظم الغيظ، ونسي العفو، ونسي الإحسان، ونسي أن زين العابدين هو جده، وعليه أن يكون ممثلا لمبادئ هذا الجد بين الناس. طبعا نحن نقول هذا الكلام من أجل أن نشرح مرضا في مجتمعنا، لا أن نطعن في بعض الأشخاص، وإلا فكل آل البيت، إذا لم أقل على رؤوسنا لم يقبل أحد، فعلى رأسي وحدي. المرض الثاني الذي أذهب ثوابنا بذاءة اللسان، إنه مفطر محبط للعمل كبير، والكثير منا مبتلى ببذاءة اللسان. ربما يخجل الإنسان أن يقول في المسجد الكثير منا، لكن هذه حقيقة. كثير من الناس يأتون المساجد ويرتادون مواضع العبادة ويعتكفون، غير أنهم إذا غضبوا فاجئوا الغير بكلام فاحش، بل ربما يفاجئ زوجته وأولاده وأمه وأباه وجيرانه بكلام يعني يندى له جبين الحياة. فبذاءة اللسان أحد الأمراض الخطيرة التي أذهبت ثوابنا وتجعلنا مفطرين على الطريقة الجديدة التي اصطلحنا لفظ الإفطار عليها. طبعا أنا أقول جديدة لأنها جديدة عليكم، لكنها ليست جديدة، هذا الاصطلاح ليس جديدا على مبادئ الإسلام. أن أقول إن المنكرات والمعاصي مفطرات ليس جديدا على مبادئ الإسلام، وهناك عشرات الأحاديث التي وردت أن الغيبة مفطرة، وأن النميمة مفطرة، وأن السب واللعن مفطر، وأن الرفث والفسوق مبطل للحاج وغير ذلك. كل هذا أنتم تعلمونه. ويؤكد هذا ما يرويه لنا ابن سيرين، يقول كان رجل من الأنصار من أهل المدينة يتردد على مجلس للأنصار يقول لهم توضؤوا، الناس متوضئون، توضؤوا من بيوتهم وجاءوا ينتظرون الجماعة، وبقي للجماعة ربع ساعة وأذن المؤذن وصلينا السنن ونحن ننتظر الجماعة، غير أننا بدأنا نخوض في حديث. فيأتي هذا الرجل ويقول لنا توضؤوا، لقد نقضتم أفسدتم وضوءكم، توضؤوا فإنكم تتحدثون بأحاديث أشد من خروج أشياء من قبلكم ودبركم. ما تخرجونه أنتم من أفواهكم أشد عند الله مما تخرجونه من قبلكم ودبركم. لو أنه خرج من إنسان هواء هل غضب الرب؟ لو أنك في المسجد وبلت هل غضب الله وهل يغضب رسول الله؟ بالعكس، لما جاء الأعرابي وبال في المسجد وغضبت الصحابة كره ذلك رسول الله وقال لهم صبوا عليه ذنوبة الماء. ما الذي حصل؟ أتظنون أن الذي حصل هو كل أنها بقعة تنجست؟ صبوا عليها شيئا من الماء وانتهت القضية. ما تخرجونه أنتم من قبلكم ودبركم وتظنونه أنه ناقضا للوضوء هذا شيء هين. أما الكبير الذي يغضب الرب هو ما تخرجونه أنتم من أفواهكم من سب فلان وشتم فلان وغيبة فلان ولعن فلان والنميمة بين فلان وفلان، كل هذا هو الذي ينقض الوضوء. فعلى هذه الطريقة نستطيع أن نقول إن ثمة نواقض للوضوء كثيرة وكثيرة، أي مذهبات للثواب. ونحن لازلنا ضمن هذا الباب وضمن هذا المصطلح نقول إن المفطرات كثيرة، ونحن في باب البذاءة اللسان والفحش من الكلام. يقول في ذلك رسول الله